السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في أولى ثانوي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا شباب وفي أحسن حال دايما. النهارده يا شباب معاكم بنبدأ في فيديو المراجعة الثانية من الفلسفة والمنطق. في المراجعة الأولى يا شباب بفضل الله قفلنا فرع الفلسفة بالكامل وحلينا كمان عليه أسئلة، والحمد لله الحمد لله ما سبناش في الفلسفة حرف. دلوقتي يا شباب في الفيديو ده احنا هنكرر نفس اللي احنا عملناه في الفلسفة، بل باذن الله كمان بتوفيق ربنا يكون بشكل افضل بكتير. وده الفرع طبعا زي ما حضرتك عارف هو الفرع مش الاصعب، لان بفضل الله الحمد لله انا معودك ان مفيش حاجه صعبه عليك في الفلسفه والمنطق، بس يقال ان ده المفروض الفرع الاصعب. فتعالى كده نشوف وخليك تلعب بيه لعب، عشان لما حد يقول لك ده الفرع الاصعب تقول له ولا فلسفه صعبه ولا منطق صعب. خلاص يا سيدي؟ طيب نبدا، يلا ونسمي الله وخلينا ما نضيعش وقت. سمي الله وخلي دايما جنبك كشكول وقلم زي ما حضرتك متعود معايا، واكتب كل ملاحظاتك. يلا يا سيدي يلا نبدا. طبعا يا شباب في مراجعه النهارده احنا متفقين ان احنا هنراجع فرع الفلسفه كله في فيديو وفرع المنطق كله في فيديو. خلاص النهارده دلوقتي اهو احنا بنبدا مع بعض شرح المنطق. دلوقتي احنا هنبدا بالباب الاول، وانت طبعا عارف ان المنطق كان فيه وحدتين. الوحده الاولى اللي هي الاستقراء، والوحده الثانيه اللي هي الاستنباط والذكاء الاصطناعي. خلينا دلوقتي كده نبدا في اول جزء من الفيديو بالوحده الاولى اللي هي الاستقراء. بص يا سيدي، خليني كده اقول لحضرتك واسهل لك في الاول واعرفك ان الاستقراء على فكره هو امره سهل جدا 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 فوق ما تتخيل. مش مستاهل الضجه اللي انت عاملها عليه دي، اه والله العظيم. تعالى كده نشوف ونبدا باول معلومه. بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا بك يا رب. بص يا سيدي، اول معلومه عند حضرتك بيشرح لك ان العلم ازاي منهج في التفكير. فبيقول لحضرتك خد بالك، العلم بالمنهج مش بالموضوع. يعني بتختلف الموضوعات العلميه عادي، ولكن المنهج لازم يبقى واحد. معنى ايه الكلام ده يا مستر؟ قال لحضرتك دلوقتي العلم احنا بنقول ان هو بيتقاس بالمنهج مش بالموضوع. ليه يا مستر؟ قال لحضرتك اصل الموضوعات بتاعت العلم كتير. ففي مثلا علم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الاحياء وعلم الطب وعلم الهندسه وعلم المنطق وعلم النفس، صح؟ وبص الى اخره بقى من العلوم. لكن في منهج واحد بس يصلح عشان تقول على ده علم. ايه هو يا مستر؟ قال لحضرتك المنهج التجريبي، اللي هو المنهج العلمي، اللي هو المنهج التجريبي. هو ده المنهج اللي كل العلوم بتستعمله. يعني حضرتك دلوقتي، وخليني كده اخد معاك سمارت بورد او وايت بورد، خلاص، وتعالى كده نشوف. بص يا سيدي، ده العلم اهو، خلاص. في منه فيزياء، خلاص، في منه كيمياء، في منه فلك، في منه احياء، صح كده، في منه منطق، خلاص اهو، في منه منطق، في منه علم نفس، في منه علم اجتماع، الى اخره. هقعد بقى اعدد لك في العلوم لحد ما بص مش هنخلص. كل دي اسمها موضوعات. كل دي اسمها ايه يا مستر؟ موضوعات. فحضرتك دلوقتي كل اصحاب هذه العلوم بيلقبوا بكلمه عالم. فالفيزياء بيتقال عالم فيزياء، الكيمياء بيتقال عالم كيمياء، الفلك بيتقال عالم فلك، الاحياء بيتقال عالم احياء، عالم منطق، عالم نفس، عالم اجتماع، صح؟ هم اختلفوا في ايه؟ في الفيزياء والكيمياء والفلك والاحياء والى اخره. طب اتفقوا في ايه في كلمة عالم؟ ايه اللي خلتني اوصفهم كلهم بكلمة عالم يا مستر؟ ان كلهم بيستعملوا نفس المنهج، اللي هو المنهج الايه يا شباب؟ اللي هو المنهج العلمي. المنهج الايه يا مستر؟ المنهج العلمي. والمنهج العلمي ده عامل ازاي يا مستر؟ قال لحضرتك ده منهج تجريبي استقرائي. منهج تجريبي ماله يا مستر؟ استقرائي. حلو. وعشان كده هو ده المقدمه او مربط الفرس زي ما بنقول بالبلدي كده اللي خلتنا نبدا وندرس الاستقراء. خلاص، يبقى المنهج واحد لكن الموضوعات بتختلف. يبقى لما يجي يقول لك في الامتحان، جالك مثلا في سؤال مقالي زي ما الوزاره نزلت لك سؤال قبل كده في الامتحان، جاب لحضرتك بما تفسر العلم بالمنهج لا بالموضوع، او حلل العباره السابقه. خلاص، حضرتك هتقول له تتعدد موضوعات العلم ولكن المنهج واحد وهو المنهج التجريبي العلمي. بس كده يا سيدي، ودي اجابه نموذجيه 100 100 تاخد عليها درجتك كامله وزي الفل و100 فل ونجمه كمان. خلاص؟ طيب يبقى دي كده اول معلومه. فقال لحضرتك خد بالك،
اي انسان ممكن يكون صاحب تفكير علمي، اللي بيتبع تفكير منظم وبيكون مستمد من الحقائق التجريبيه يكون ذا تفكير علمي. يعني من الاخر اي حد تفكيره منظم تقدر تقول ان هو بيفكر تفكير علمي. بسيطه كده يا سيدي، الحمد لله ما فيش ابسط منها. تعالى كده ناخد بعد كده نقطه ونخش بقى نتعمق شويه في الاستدلال التجريبي اللي هو الاستقراء. بص يا سيدي، الاستقراء بيقول لك هو العمليه التي يبدا فيها العالم ببحث حالات جزئيه اللي هي المقدمات. خلاص، يبقى احنا بنبدا في المقدمات من جزئيات، يعني بنتقل من جزء الكل، من خاص لعام. خلاص، ده في الاستقراء، ده في الاستقراء من خاص لعام، من جزء الكل. متفقين يا سيدي؟ الحمد لله متفقين. فقال لحضرتك ده العلم اللي بيبدا من حالات جزئيه، خلاص، للوصول لحكم عام. يبقى النتيجه هي الحكم العام، لكن الحالات الجزئيه هي المقدمات. الكلام ده فين يا مستر؟ في الاستقراء. خلاص، فبيقول لك للوصول الى حكم عام ينطبق عليه هذه الحالات والحالات المماثله لها ايضا. حلو كده؟ حلو. طب يا مستر بعد اذنك برضو انا بحتار في حاجتين، ايه هما؟ قال لحضرتك ايه الفرق بين الاستنباط والاستقراء يا مستر؟ وهنا بقى النقطه المهمه جدا جدا. فقال لحضرتك ركز بقى معايا فيها وبراحتك على الاخر في دي، وبص وعيدها مره واثنين وثلاثه وعشرة براحتك على الاخر، وبص رجل على رجل. تعالى كده، الاستقراء والاستنباط ايه يا عم الحكايه بتاعتهم؟ قال لك دول اتنين ما بيحبوش بعض، ما بيطيقوش بعض، عكس بعض في كل شيء وكل حال. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني مثلا الاستقراء منهج بيستخدم مع العلوم الطبيعيه اللي هي الحاجات التجريبيه، حلو. لكن الاستنباط، قال لحضرتك ده الاستنباط بيستخدم مع العلوم الرياضيه الصوريه، مع الحاجات اللي احنا مش شايفينها، مع الرموز. قال لحضرتك ده الاستقراء مادي تجريبي ملموس حسي يمكن ملاحظته. قال لحضرتك على العكس تماما، الاستنباط صوري عقلي غير مرئي غير ملموس لا يخضع للملاحظه. يبقى مين يمكن ملاحظته؟ الاستقراء. مين مادي اقدر اشوفه؟ الاستقراء. مين ما اقدرش اتعامل معاه؟ الاستنباط. خلاص، مين صوري؟ استنباط. جاوب معايا انت كده، مين صوري؟ استنباط. مين معنوي؟ استنباط. مين مجرد؟ برضو الاستنباط. لكن مين مادي تجريبي حسي يمكن ملاحظته؟ الاستقراء. برافو عليك. عايزين دايما يا شباب مع بعض في المراجعات كده احس ان حضرتك معايا ومجمع كده وبتتكلم معايا. خلاص، فلو انت بتقول معايا كده انزل اكتب لي تحت في الكومنتات ان انت بتقول معايا، طمني بس عليك، طمن قلبي عليك. خلاص. طيب دلوقتي جيت قلت لحضرتك في الاستقراء استدلال صاعد ياتي بجديد يضيف للمعرفه معلومات جديده، عشان هو بيبدا من الجزئيات وبينتقل للكليات. يعني انا دلوقتي مثلا تعالى كده اقارن لك بين الاستقراء والاستنباط في الجزئيه دي، بس الاول خلينا برضو ناخد ان الاستنباط استدلال هابط لا ياتي بجديد لا يضيف للمعرفه تحصيل حاصل، بيبدا من الكليات وبينتقل للجزئيات. يا مستر انا عايز مثال يوضح لي الحته دي. عينيا الاثنين. انت في المراجعات انت تؤمر وانا اقول لك عينيا الاثنين وهنفذ. في يا باشا احسن من كده؟ لا الحمد لله ما فيش. تعالى نقسم السبوره كده اهو، مثال على الاستقراء ومثال على الاستنباط. يلا يلا. بص يا سيدي، الاستقراء والاستنباط، عايز يا مستر مثال على ده ومثال على ده. حاضر. مثال على الاستقراء جاي يقول لحضرتك الحديد يتمدد، او الحديد معدن يتمدد. خلاص، النحاس ماله؟ معدن يتمدد. خلاص، الألمونيوم معدن يتمدد. خلاص، إذا كل المعادن تتمدد. يبقى أنا استنتجت حالة كلية من بعض الأمثلة الجزئية. يعني إيه يا مستر؟ أقربها لك بمثال أبسط من كده بكتير. أنا دلوقتي دخلت السنتر فقومت القاعة كلها، أو عفوا قومت 5 في القاعة، فابتديت أسأل 1 2 3 4 5، فالخمسة جاوبوا، فقلت لهم اقعدوا اقعدوا، ده القاعة كلها شطار. فإذا أنت هنا حكمت على عدد كبير بناء على جزئيات بسيطة أنت أخدتها. خلاص، فدراسة جزئيات والحكم العام من خلالها ده اسمه استقراء. تمام كده؟ تمام. لكن على العكس تماما الاستنباط. فاسمع، الاستنباط يقول لحضرتك كل أديب شاعر. أنا عارف إن أنت زهقت من بتاع كل إنسان فان دي. خلاص؟
تعال نجدد. كل اديب شاعر. خلاص. مثلا احمد شوقي اديب. شيل اديب مع اديب هتبقى احمد شوقي ماله؟ شاعر. برافو عليك. خلاص. طب هو هنا بدأ بالكل صح، وبعد كده انتقل للجزء. جميل جدا. طب مش هو قال لك ان كل اديب اصلا شاعر؟ فقال لك ان احمد شوقي اديب، هيكون نتيجه منطقيه ليها ايه؟ ان احمد شوقي شاعر. صح كده يا سيدي؟ صح. يعني هو جاب معلومه جديده؟ لا ما جابش. لكن هنا هو كان قايل لك في المقدمات ان كل المعادن بتتمدد؟ لا، ده قال لك كم مثال وفي الاخر خالص جاب لك نتيجه حضرتك ما كنتش تعرفها. خلاص. طيب يبقى ده الاستقراء وده الاستنباط. تعالى كده نرجع للمقارنه بينهم. قال له حضرتك خد بالك، الاستقراء صدق نتيجته احتمالي ترجيحي حسب مطابقته للواقع. لان الاستقراء اصلا زي ما احنا متفقين ده منهج للعلوم الطبيعيه، ده منهج مادي، ده منهج بيتعامل مع الحاجات اللي انا بقدر اشوفها. خلاص. فطبعا ده منهج احتمالي ترجيحي، يعني ممكن يبقى صادق وممكن يبقى كاذب. مين اللي يقول لي هو صادق ولا كاذب؟ الواقع. خلاص. طيب لكن الاستنباط قال لحضرتك صدق نتائجه حتمي مؤكد يقيني دائم. ليه يا مستر؟ قال لحضرتك اصل ده بيبقى على حسب اتساق مقدماته مع النتائج بشكل عقلي صوري. انا مش لسه هرجع للواقع عشان يقول لي صح ولا غلط، صادق ولا كاذب. خلاص. لا، ده انا مثلا في الاستنباط لو قلت لحضرتك 1 زائد 1 بتساوي 2، اكيد ولا احتمال؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. لان الواحد زائد واحد اللي في المقدمات هي الاثنين اللي في النتيجه، فاكيد صادق. خلاص. فطبعا الاستنباط بيعتمد على ترابط. لو فاكر كلمه ترابط دي كنا واخدينها من نظريات الحقيقه في التفلسف يا معلم يا اللي مش بتراجع. خلاص يا سيدي. طيب الترابط اللي ما بين المقدمات والنتائج مين اللي بيعتمد عليه؟ الاستنباط. فعشان كده الاستنباط صدق نتيجته متوقف على ايه؟ متوقف على النتيجه تبقى جايه من المقدمات، مش متوقف على الواقع. لكن مين اللي متوقف على الواقع يا عم؟ الاستقراء. طيب خلصنا مقارنه الاستقراء بالاستنباط والحمد لله غطيناها بشكل كويس وبالشكل المطلوب. تعالى كده نخش على النقطه اللي بعدها ونقارن الاستقراء التام بالاستقراء الناقص. بس بما انهم مش جنب بعض في الملزمه فتعالى كده ايه ناخدهم على بعض واحده واحده كده مع بعض هنا في الوايت بورد. عند حضرتك ادي نوع من الاستقراء اسمه الاستقراء التام، وادي نوع من الاستقراء اسمه الاستقراء الناقص. خلاص كده؟ طيب تعالى كده نعرف ايه الفرق بين كل واحد فيهم. بص يا سيدي، الاستقراء التام والاستقراء الناقص، ايه يا مستر الفرق بينهم واختار كل واحده في الامتحان امتى من الاخر؟ انت يا مستر معودني ان انت بتنجزني، بروح الاقي الحاجات بفضل الله بالنص في الامتحان ما بحتاجش افكر حتى. فانا دلوقتي برضو هنجزك وهلخصها لك. خلاص احنا اتفقنا ان هي ايه؟ خلاصه ومتفصله. فتعالى الخصها لك. بص يا سيدي، الاستقراء التام بيكلم حضرتك في ايه؟ بيكلم حضرتك ان هو بيفحص، هو من اسمه تام فبيفحص كل اجزاء الظاهره. كل اجزاء الايه؟ الظاهره. يا مستر، يعني هو بيفحص كل الامثله وكل الجزئيات في المقدمات؟ يعني هو في المقدمات بتاعته بيفحص كل الامثله؟ ازاي يعني يا مستر؟ يعني مثلا طلاب الفصل رحت قومت كل الطلاب، سالت واحد واحد فيهم لغايه ما خلصت كل الطلاب، ما سبتش طالب واحد الا لما سالته، وبعد كده قمت حكمت عليهم. يبقى ده استقراء ايه؟ استقراء تام. خلاص، ما هو انا فحصت كل الامثله. طيب الاستقراء التام ده بقول عليه استقراء، ممكن اقول عليه تلخيصي، ممكن اقول عليه احصائي، ممكن اقول عليه كامل. خلاص يا سيدي، دي كده المسميات بتاعته كلها، مفيش مسمى غير دول. خلاص، هو مش هيجيب لك مسمى غير دول، ريح دماغك. خلاص، اخر مسمى خالص ممكن يجيبه لك، عارف هو ايه؟ ممكن يقول لحضرتك تعدادي، يبقى ده برضو استقراء كامل. حلو كده، جايب لك عاصر لك كل حاجه في المنهج اهو، ما تشغلش انت بالك باي حاجه، اكتب بس ورايا. خلاص. طيب تعالى كده وكمل معايا. بيقول لحضرتك خد بالك ان الاستقراء التام ده، اسمع، ده بيصلح مع الحالات المحدوده فقط. زي ايه يا مستر؟ قال لحضرتك زي مثلا عدد السكان، اقدر اعدهم؟ والله حضرتك عارف تعداد مصر كام؟ خلاص، حضرتك عارف تعداد سكان العالم كلهم 8 مليار وشويه.
انت بتعرف تعدهم عادي جدا من خلال حاجه اسمها التعداد السكاني. طب ماشي يا مستر، ايه تاني؟ مثلا معرفه عدد طلاب الفصل، مش دي حاجه تقدر تعدها؟ تقدر تعدها عادي جدا. مثلا معلش، مهما كانوا كتير قوي هتقدر تعدها. امال ازاي بيعملوا الكشف بتاع كل فصل؟ هم بيقدروا يعدوهم، صح؟ طيب، فدي مثلا حالات محدوده ممكن اعدها، وده اللي كان الاستقراء الايه؟ التام. عكسه بقى في كل حاجه الاستقراء الناقص. لو ده بيفحص كل الاجزاء، يبقى ده بيفحص ايه؟ شاطر، برافو عليك. يبقى ده بيفحص عينه من الظاهره. بيفحص عينه من ايه يا مستر؟ من الظاهره. حلو. طب يا مستر ده مسمياته التانية ايه؟ قال لحضرتك ده استقراء علمي، او بنقول عليه تعميمي. يعني ايه يا مستر تعميمي؟ قال لحضرتك اصل ده بيدرس جزئيات بسيطه ومن خلالها بيعمم على الكل. عرفت ليه اتسمى تعميمي الناقص؟ خلاص. طب حلو يا مستر، يعني زي ايه؟ قال لحضرتك ده بيفحص بقى، يصلح مع الحالات اللانهائيه. زي ايه يا مستر الحالات اللانهائيه دي؟ قال لحضرتك زي عينه من الدم. تقدر تفحص الدم كله؟ لا طبعا، يعني الراجل اللي بيجي يحلل لك بيسحب دمك كله كان زمانك ميت، بعد الشر عليك. خلاص. طيب تقدر تفحص عدد حبات الرمل؟ لا برضه، ده انا باخد منها عينه. خلاص. تقدر تفحص قطرات المياه كلها؟ لا برضه، ده انا باخد منها عينه. خلاص. فكل الحاجات اللي هي لا نهائيه زي الذرات، زي مثلا زي المياه، زي الرمل، خلاص، حبات الرمل، زي الدم، كل الحاجات دي لازم لها استقراء ايه يا معلم؟ لازم لها استقراء ناقص او علمي او تعميمي. لكن الحالات المحدوده يا مستر استقراء تام او تلخيصي او احصائي او كامل او تعدادي. كل الاسامي معاك اهو على مهلك خالص وبراحتك خالص. خلاص. طيب، خلصنا المقارنه بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. خلينا كده نبص عليها اهو. قال لك الاستقراء التام يتم فيه فحص جميع الجزئيات التي نبحث عنها، خلاص، ومن ثم اطلاق الحكم العام على ما تم حصره واحصائه. مجال الاستخدام طبعا بيصلح مع الحالات محدوده العدد فقط، ده الاستقراء التام. زي مثلا التعداد السكاني، موظفين مؤسسه، طبعا بتبقى ظواهر قابله للعد والاحصاء. خلاص. بينما تعالى كده هنا للاستقراء الناقص. خلاص. قال لحضرتك اهو ده استقراء بقى بيتم فيه ايه يا مستر؟ قال لحضرتك ده استقراء بيتم فيه فحص عينه، خلاص، من جزئيات الظاهره للوصول لحكم عام يتم تعميمه على بقيه الجزئيات، عشان كده سميناه استقراء تعميمي. خلاص. فقلنا لحضرتك اهو يصلح مع الظواهر اللانهائيه واللا محدوده، زي فحص عينه من المياه، فحص عينه من الدم، ظواهر طبعا غير محدوده لا يمكن احصائها كلها. خلاص. بعد كده قلت لحضرتك بعد اذنك بقى انت بتاخد مع الفيلسوف، فخليك انت كمان فيلسوف. خلاص كده نقدر نقول ان الاستقراء التام هو التلخيصي هو الكامل هو الاحصائي. خلاص. وزودت لك عليهم كمان ايه؟ التعدادي. وتقدر تقول ان الاستقراء الناقص هو العلمي وهو التعميمي. خلاص. وخد بالك برضو ان الاستقراء اللي بيساعد فيهم على التنبؤ هو العلمي الناقص. ليه؟ لان انت بتنتقل فيه من حالات جزئيه لحكم عام يشمل. خلاص. طيب، فعشان كده ده اللي بيخليك تتنبأ بالحاجات اللي انت لسه ما كنتش عارفها. تمام. واللي شبه فيهم الاستنباط طبعا هو الاستقراء التام الكامل، لانه لا ياتي بمعرفه جديده. هو ايه الفايده؟ معلش، انت عارف هم ليه سموه التلخيصي اصلا؟ لان انت بتختبر كل اجزاء الظاهره في المقدمات. فانت محتاج النتيجه في ايه اصلا؟ ما انت خلاص فهمت في المقدمات، فانت النتيجه دي بتبقى تلخيص للمقدمات بس، ما بتجيش بجديد. خلاص. عشان كده بنوصفه ان هو شبه الاستنباط مش زي الاستنباط. يعني ايه يا مستر المعلومه دي؟ تصدق الاستقراء التام شبه الاستنباط عشان ما بيجيبش جديد، بس هو مش استنباط، هو استقراء، لان هو بيبدا من الجزء للكل. من الجزء للكل. حتى التام يا مستر التام من الجزء للكل، بس بيفحص كل الاجزاء. اتفهمت. لكن الاستنباط بيبدا من الكل. فعشان كده الاستقراء التام مش هو الاستنباط، هو شبهه بس. تمام. طيب، بعد كده قلت لحضرتك عندك بقى الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث، ده عصر فرانسيس بيكون. طبعا اللي كان مقسم لي اصلا الاستقراء لنوعين اللي هم تام وناقص كان جدك الله يجحمه مطرح ما راح، ارسطو. خلاص. ارسطو كان عايز ايه؟ ارسطو قال لحضرتك انا قسمت الاستقراء لنوعين. طلع بقى حد جديد اسمه فرانسيس بيكون، فيلسوف. قال لحضرتك انا مش عاجبني اللي ارسطو عمله. ده كان فيلسوف انجليزي يعني متنمرد كده، متمرد. قال لحضرتك لا، انا مش عاجبني اللي ارسطو عمله زمان، انا هعمل منهج استقرائي جديد ينتقد ارسطو.
ده حتى ان ارسطو كان عامل منهج المنطقي بتاعه في كتاب اسمه الاورجانون، راح فرانسيس بيكون عمل له كتاب اسمه الاورجانون الجديد. قال يعني بيعدل عليه، بيحرجه يعني. خلاص. فطبعا ارسطو هنا قال لحضرتك ان هو قسم منهجه عفوا لاستقراء تام وناقص، لكن بيكون قال له لا يا سيدي، انا هعمل منهج جديد من اول وجديد خالص، واقسم المنهج بتاعي الجانبين. قلت له ايه هم الجانبين دول يا عم بيكون؟ قال لي والله ده انا عندي اول جانب فيهم اسمه الجانب السلبي. فقلت له ليه كده يا عم بيكون؟ اول ما تبتدي بالسلبي، طب الناس بتبدا تقول صباح الخير حتى، وبعد كده رص براحتك. قال لي لا معلش، انا هقول لك انا ليه بدات بالجانب السلبي وسميته الهدمي. اصل الانسان لما يبدا من عيوبه الاول فيبتدي يمحوها، بعد كده هيبدا بحثه على نظيف، مش هيبقى عنده عيوب. قلت له تصدق وجهه نظر يا عم بيكون؟ طب وريني كده وسمعني. قال لي بيكون انا عندي في الجانب السلبي يا استاذ مهاب 4 اوهام. كم وهم؟ 4. جنس، كهف، سوق، مسرح. جنس، كهف، سوق، مسرح. هيعملها نغمه لنفسك: جنس، كهف، سوق، مسرح. جنس وكهف وسوق ومسرح. خلاص. طيب اوهام الجنس، اول اوهام طبعا قلنا لحضرتك دي اوهام بنقول عليها اوهام القبيله او اوهام النوع. ليه؟ لان دي اوهام فطريه. انت عارف ليه سميناها اصلا اوهام الجنس البشري؟ عشان هي بتخص البشر كلهم، ما بتخصش حيوان ولا نبات ولا اي حاجه، دي بتخص البشر جميعا. خلاص. فطالما بتخص البشر جميعا يبقى دي اوهام عامه، اخطاء عامه يقع فيها البشر بحكم الطبيعه البشريه الناقصه. طبعا ما فيش حد فينا كامل، ربنا سبحانه وتعالى لله وحده الكمال. خلاص. فطبعا طبيعتنا البشريه طبيعه ناقصه. خلاص. احنا كلنا مقصرين، ما فيش حد فينا كامل. فعشان كده بنقول لحضرتك ان دي اخطاء عامه، ما فيش حد بيسلم منها. خلاص. فقال لحضرتك فجميع البشر يركزون على ما يرضي وجهه نظرهم ورؤيتهم، ويهملون الشواهد الاخرى. زي ايه؟ زي التعصب لوجهه نظرك، يبقى انت كده عندك اوهام جنس. زي التسرع في اصدار الاحكام، يبقى انت كده عندك اوهام جنس. زي الاخطاء العقليه اللي بتبقى عندك، يبقى انت كده عندك اوهام جنس. خلاص. طيب دي كده كانت اوهام الجنس البشري. يبقى اوهام الجنس البشري نطلع منها بكم معلومه كده جوهريه: ان هي اوهام فطريه نولد بها جميعا، اوهام عامه لدى جميع البشر، ما فيش حد فينا ما عندوش اوهام الجنس البشري. خلاص. اوهام تتعلق بالتعصب والاخطاء العقليه، اوهام تتعلق بالتسرع في الحكم. 4 معلومات جوهريه يلخصوا لك من الاخر اوهام الجنس. خلاص. بنقول عليها اوهام القبيله او اوهام النوع. تاني نوع من الاوهام عندنا اسمها اوهام الكهف. واوهام الكهف عكس اوهام الجنس في كل حاجه. يعني اوهام الجنس كانت اوهام فطريه، لكن الكهف مكتسبه. يعني ايه يا مستر مكتسبه؟ يعني متعلمه، ما بنتولدش بيها، احنا بنتولد فنكتسبها. احنا بنتولد، حتى في مثل كان بيقول لك، وده كان سؤال في كتاب الوزاره: يولد الانسان صفحه بيضاء ومن ثم يكتسب شروره واثامه. بيكتسب الحاجه من البيئه اللي حواليه، يبقى دي اوهام كهف. خلاص. انا بقول لك اهو صيغ اسئله جت قبل كده بالفعل. تمام. طيب قال له حضرتك اوهام الكهف دي اوهام فرديه. اوهام ايه يا مستر؟ فرديه، يعني كل شخص منا عنده اوهام كهف. بس هل كلنا عندنا نفس الاخطاء في اوهام الكهف؟ لا. كل واحد فينا بقى عنده خطأ بيقع فيه بحكم تكوينه الخاص، بحكم تربيته، بحكم ثقافته، بحكم مهنته وميوله ودوافعه. الفرد يعمى عما يتنافى مع اهوائه ورغباته الفرديه. يعني ايه يا مستر؟ قلت لحضرتك دلوقتي في المثال: هو كلنا متربيين نفس التربيه؟ تقول لي يا مستر ازاي يعني؟ لا طبعا. هو كلنا نفس المهنه؟ تقول لي لا، في مدرس وفي طيار وفي مهندس وفي ضابط الى اخره. طيب هقول لحضرتك هو كلنا نفس الاسره، نفس البيئه، نفس المجتمع؟ هتقول لي خالص يا مستر، ده احنا مختلفين في كل ده. حلو. فاقول لك هو في 2 زي بعض في كل حاجه؟ هتقول لي لا. فبيكون برضو كان شايف انه لا. فبيكون قال لحضرتك ايه؟ لكل منا كهف خاص يعيش به. لكل منا كهف خاص يعيش به. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ قال لحضرتك يعني انا مختلف عنك، مختلف عنه، مختلف عنها، مختلفه عنها. حلو. يعني كل واحد فينا عنده اخطائه وعنده ميوله، عنده مشاعره، عنده تربيته، فبالتالي كل واحد فينا بيختلف في قراره على حسب الكلام ده كله. يبقى دي اوهام اسمها اوهام الايه يا شباب؟ اسمها اوهام الكهف. عشان كده بيقول لحضرتك مثل من تربى في الطبيعه البدويه تجده حد الطباع شديد في الراي، على عكس اللي اتربى مثلا في المدن تلاقيه متدلع ومترفه شويه. خلاص. طيب تعالى كده لثالث نوع من الاوهام اسمه اوهام السوق. يبقى احنا اتفقنا ان هم كام وهم يا صديقي؟ راجع معلوماتك معايا كده، كام وهم؟ 4.
جنس كهف سوق مسرح. جنس كهف سوق مسرح. ها قول انت كده. جنس ايوه، كهف تمام، سوق مسرح. مين فيهم فطريه؟ ها جنس صح. مين فيهم عامه؟ برضو الجنس، برافو عليك. طب حلو. مين فيهم خاصه؟ الكهف. طب مين فيهم بقى لو انت كده ايه مصحصح معايا متعلمه ومكتسبه؟ ها برافو عليك، لعيب يلا. تمام الكهف. خلاص طيب تعالى كده نروح لاوهام السوق. اوهام السوق بتقول لحضرتك دي الاوهام الاكثر اثاره للمتاعب. الاوهام الاكثر اثاره لايه يا مستر؟ للمتاعب. ليه كده يا مستر؟ بس ليه تتعبني واتعبك ونرازي في بعض كده؟ قال لحضرتك معلش اصل اوهام السوق دي تنشا عن عيوب اللغه التي هي اداه للتعبير عن الفكر والتفاهم بين الناس، وبسبب غموض اللغه وعدم وضوحها قد تنتهي الكثير من المناقشات بالخلاف والمشكلات. اسمع المثال اللي حصل. جيت انا بقول لحضرتك يا عم، قلت لي نعم يا مستر. قلت لك انت عندك جبنه اصلا، فقلت لي نعم. انا يا مستر جبان؟ قلت لك لا يا واد، ده انا قصدي الجبنه اللي بتتاكل. اه يا مستر يا لئيم انت. اه. فجيت قلت لحضرتك يا عم خد بالك من العين. هتقول لي يا مثبت العقل والدين. هقول لك ليه يا حبيبي. هتقول لي انهي عين يا مستر؟ عين السحريه ابص في الباب، ولا الابار والعيون، ولا حرف العين، ولا عيني انا، ولا ايه بالظبط؟ تقصد ايه بكلمه عين؟ خلاص طيب. فهنا بنقول لحضرتك من الاخر زي التلاعب بالالفاظ، زي استخدام لغه الفرانكو. خلاص زمان حتى في جماعه اسمهم السوفسطائيين كانوا بيتلاعبوا بالالفاظ عشان يعملوا يعني ايه مناوشات ومشكلات ويضللوا المجتمع. فكنت تلاقيهم بيقولوا لك الحاجه وهي بتحتمل معنيين. زي مثلا اسمع كده المثال اللي ممكن يجي لك: لا يؤكل البرتقال الا بعد العصر. او لا عفوا، مثلا ايوه ماشي هو المثال ده تمام. لا يؤكل البرتقال الا بعد العصر. طب انت تقصد بعد ما نعصره ولا بعد العصر اللي هو الزمان؟ انت هنا تقصد العصر اللي هو بعد اذان العصر يعني، ولا تقصد العصر اللي هو بنعصر البرتقال؟ ما انا ما اعرفش. فهنا انت بتتلاعب معايا بالالفاظ. يبقى دي اوهام الايه؟ اوهام السوق. خلاص خدها مني الامثله دي. الامثله والله دي ممكن تكون موضوع سؤال في امتحانك. شوف بقى يا راجل، والله كتير بتبقى موضوع سؤال في امتحانك وانت مجرب ده. الحمد لله. خلاص تعالى كده نكمل. عند حضرتك بعد كده نقطه بعنوان اوهام المسرح. وبص يا سيدي، اوهام المسرح قال لحضرتك ده طبعا يعني سيبك بس من هنا في غلطه مطبعيه. تعالى كده احنا ناخد مع بعض اوهام المسرح على وايت بورد. خلاص طبعا البي دي اف هيوصل لك ان شاء الله متعدل، يعني مش هيوصل لك فيه اي مشكله في الغلطه مطبعيه، هيوصل لك ان شاء الله تمام. خلاص طيب هنا ناخد كده مع بعض اوهام المسرح. اوهام المسرح دي يا صديقي بمنتهى الاختصار هي الناتجه عن التأييد والانفعال. خد بالك عشان هيجيبها لك بالشكل ده في الاختيارات. في امتحانك بتاع اخر السنه ممكن جدا يجيبها لك بالشكل ده. مش هيقول لك اوهام المسرح كده يا سالكه لله كده، لا، هيقول لك اوهام التأييد والانفعال. فحضرتك طبعا عشان حضرتك سمعتها مني اوهام التأييد والانفعال، هتروح حضرتك تترجمها في الامتحان ان دي اوهام المسرح بكل بساطه بكل سهوله. انت مش شايل هم حاجه. خلاص طيب اوهام المسرح دي يعني ايه بقى يا مستر؟ قال لحضرتك دي بتنتج عن الاعجاب بالمشاهير. الاعجاب بالايه يا مستر؟ بالمشاهير. وحد الله. دلوقتي لو انا جيت قلت لحضرتك حد مثلا معجب بمطرب، حد مثلا معجب بشخص مشهور جدا، وليكن حتى لو حضرتك معجب بيا انا، ما تمشيش ورايا في كل حاجه. انا بشر، ليا اخطاء وليا ثواب او حسنات. خلاص خليك انت حتى احسن مني. انا والله عاوز لك وبص اتبسط لك جدا ان انت تبقى احسن مني انا شخصيا. شوف بقى يا راشد، شوف بقى. طيب فانا عايز حضرتك دايما ما تمشيش ورا مشاهير، ما تمشيش ورا مطرب، ما تمشيش ورا مغني، ما تمشيش ورا ممثل، ما تقلدش حد من الاخر. لان الاوهام دي بتنشا عن التبعيه والتقليد. التبعيه وايه يا مستر؟ والتقليد. خلاص الاعجاب والمشاهير والقدماء. الاعجاب بالمشاهير والسير وراء نظريات القدماء. يعني مثلا تعرف قبل كده حصل في اليونان، حصل في اليونان خناقه كبيره قوي. خناقه يا مستر؟ خناقه. عالم اسمه جاليليو جاليلي كان مطلع قوانين اعتقد في الفيزياء. خلاص جاليليو جاليلي. خلاص فكان مطلع قوانين فيزيائيه بتتعارض مع قوانين ارسطو. فهم طبعا في اليونان يا نهار اسود، انت بتخالف ارسطو؟ ايه يا عم ايه المشكله؟
ارسطو ده طبعا يا سيدي كان من الناس المقدسين عندهم جدا، فان انت تطلع نظريه تخالفه، فقالوا على جاليليو ده راجل مجنون وراجل كلامه ملوش اي علاقه بالعلم. يا جدعان ده بيقول لكم وجهه نظره، قالوا له لا 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 لا، انت هتخالف نظريات ارسطو، ده عمك. فطبعا هم هنا كانوا متاثرين بنظريات الايه؟ القدماء، فكانوا ماشيين وراء ارسطو من غير ما يشوفوا كمان ان في حقائق علميه ممكن تطلع جديده. صح؟ صح. فطبعا ده كان باختصار اوهام المسرح، فعشان ما يبقاش عند حضرتك اوهام المسرح ما تخليكش بتقلد المشاهير والنجوم، وطبعا توافقهم على اي حاجه وخلاص. خلاص يا معلم؟ طيب بعد كده جيت قلت لحضرتك كده خلصنا اوهام بيكون، تعالى كده نخش بقى على الجانب الايجابي لبيكون. خلاص؟ بص يا سيدي، الجانب الايجابي عند بيكون طبعا قال لحضرتك ده بيتلخص في 4 خطوات. الجانب الايجابي بقى هو قال لحضرتك احنا درسنا ال4 اخطاء اللي بيقع فيهم اي بشر، خلاص، اللي بيقع فيهم الناس اللي هم جنس كهف سوق مسرح، درسنا ال4 دول عشان نتخلص منهم. طب بعد ما نتخلص منهم انا كده هبقى جاهز ابحث بقى خلاص بان انا ابقى راجل دقيق، ابقى راجل عالم صريح كويس. خلاص، طالما انا تخلصت من عيوبي ابدا بقى المنهج الايجابي او الجانب الايجابي بتاعي. خلاص، الجانب الايجابي عندي بيكون كان فيه 4 خطوات. اول خطوه فيهم كانت الملاحظه وجمع المعلومات عن الظاهره. طبعا اول خطوه عن اي علم او اي دراسه حضرتك بتعملها تجمع شويه معلومات الاول. طب حلو، بعد ما جمعت المعلومات دي قال لك بيكون بص يا سيدي لازم ترتب المعلومات وتنظمها. قلت لي مثلا يا مستر عايز مثال، فجيت قلت لحضرتك انت دلوقتي لما بتاخد مني المعلومه بتروح تذاكرها، فمثلا بتبدا كده الباب بيكون بعد كده مش عارف الفرق بين الاستقراء والاستنباط، بعد كده تروح تاخد الاستقراء المعاصر، بعد كده ترجع تاخد الفرق بين انواع الاستقراء. لا، ده انت بتذاكر بالترتيب بالتنظيم، بتنظم نفسك الاول، بترتب الافكار. فعشان كده بيكون برضو كان عايز يرتب المعلومات في 3 قوائم، قائمه اسمها الحضور، قائمه اسمها الغياب، وقائمه ثالثه اسمها التفاوت. وتعالى بعد اذن حضرتك كده الفت نظرك لبعض الاسامي اللي حضرتك مش واخد بالك منها. على فكرة قائمة الحضور لو ما كنتش تعرف اديك عرفت، قائمة الحضور اسمها الإثبات، قائمة الغياب بنقول عليها النفي، قائمة التفاوت بنقول عليها التدرج. خلاص، عشان على فكرة ممكن ما يجيبش لحضرتك دول خالص، خلاص ممكن ما يجيبلكش دول خالص في الاختيارات، بس يجيب لك الاثبات ولا النفي ولا التدرج، فانت حضرتك عارف مسمياتهم الثانيه ومفيش حد بيضحك عليك في فلسفه ومنطق. خلاص تمام. طيب تعالى كده نرجع، بعد ما رتبت القوائم يا عم بيكون قال لحضرتك هروح بقى بعد كده احلل البيانات الوارده بالقوائم الثلاث، اقعد بقى افحص افكر اخد بقى راحتي افحص براحتي. خلاص، يبقى دي طبعا حاجه اسمها تحليل البيانات. خلاص، يعني فحص البيانات، يعني التدقيق فيها، يعني التمحيص فيها. خلاص، عشان ممكن يجي يقول لك كلمه تمحيص انت تعطل، لا ما تعطلش، يبقى دي الخطوه الثالثه اللي هي تحليل البيانات. خلاص طيب، اللي هي التدبر فيها. اخر خطوه اسمها طبعا اللي هي الوصول للقانون العلمي. الحمد لله على السلامه، انا عملت البحث خلاص اللي انا عايزه من خلال 4 خطوات. اول حاجه جمعت معلومات، بعد كده رتبت معلوماتي ونظمتها، بعد كده ابتديت افكر فيها واحللها، بعد كده في الاخر خالص ده قادني ان انا وصلت للقانون. الف شكر يا عم بيكون، ريح بقى على جنب شويه، نروح بقى ناخد النقطه اللي بعد كده. بص يا سيدي، النقطة اللي بعد كده بعنوان خطوات المنهج الاستقرائي. بشكل عام بقى ايه خطوات المنهج الاستقرائي؟ قال لحضرتك بص، اول خطوه فيهم اسمها الملاحظه العلميه، واحفظ بعد اذنك دي برضو واعملها النغمه الثانيه. يعني لو معاك تليفون بخطين خلي اول نغمه جنس وكهف وسوق ومسرح، وخلي لي النغمه الثانيه ملاحظه فرض تجربه قانون، ملاحظه فرض تجربه قانون، ملاحظه فرض تجربه قانون، ملاحظه فرض تجربه قانون. يلا بنعملها لك نغمه اهو. خلاص طيب، الملاحظه والفرض والتجربه والقانون دول يا مستر عايز منهم ايه؟ قال لحضرتك ده دول خطوات الاستقراء بقى، المنهج الاستقرائي العام. خلاص حلو، تعالى كده نمسك الخطوات دي ونفصصها واحده واحده، هي دي البهاريز كلها بتاعت المنهج الاستقرائي. خلاص، اول خطوه اسمها الملاحظه. الملاحظه يعني ايه؟ قال لحضرتك يعني متابعه، يعني مراقبه، يعني مشاهده، يعني رصد يعني ان انا برضو بشاهد براقب. خلاص، قال لحضرتك ده دي المشاهده الدقيقه لظاهره معينه يوجد فيها الباحث او يوجه فيها الباحث حواسه وعقله نحو فحص جزئيات الظاهره التي يدرسها. حلو، يعني انا في بدايه بحثي خالص في بدايه منهجي الاستقرائي لازم الاحظ الاول، لازم اتابع، لازم اشاهد، لازم اراقب، لازم ارصد. خلاص طب جميل جدا.
بس عشان تتابع وتشاهد وترصد وتبص وتخلي حواسك وتركيزك كله مع الظاهرة دي، اللي عندك 6 شروط عشان تبقى ملاحظ جيد. كام يا مستر شرط؟ 6 شروط. لا يا مستر ده انا ما لاحظش اسهل. لا ركز معايا وبتلاحظ. خلاص؟ طيب ايه هم ال6 شروط؟ اول شرط اسمه الامان. لازم توفر دايما الحمايه للملاحظ. يعني مثلا ما ينفعش اوديك تلاحظ ظاهره وانت ممكن تتعرض فيها لخطر. لا، لازم اوفر لك سبل الحمايه اللي حواليك. ما ينفعش مثلا اقول لك روح لاحظ البركان ده كده من غير اي طرق للحمايه ليك. لا طبعا. ده افرض في اي وقت خالص البركان انفجر، يبقى ايه الوضع دلوقتي؟ يبقى انا مش حاميك. هل ده ينفع؟ لا ده ما ينفعش. احنا خايفين على سعادتك. خلاص؟ طيب يبقى ده كده اول شرط اسمه الامان، اللي هو توفير الحمايه للملاحظ باكبر قدر ممكن. تاني شرط اسمه الاستعداد. اسمه ايه يا مستر؟ الاستعداد. ان يكون الباحث، خلاص، او ان تكون الظاهره، هنا عفوا في الاستعداد، ان يكون الملاحظ مهيأ للملاحظه. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك متجهز، مهيأ. اكتب معايا. التجهز او التهيؤ هو ده معنى الاستعداد. انت متجهز لاي حاجه ممكن تحصل في الظاهره. اجي اقول لك مثال انت بتحبه جدا جدا جدا، الا وهي كرة القدم. دلوقتي انا واحد من الناس دايما لما بتفرج على ماتش البرشلونه ببقى مستني في اي لحظه ان برشلونه ممكن تجيب جول. عارف مثلا زي ماتش ايه؟ زي ماتش الكلاسيكو بتاع الريال والبارسا طبعا في نهائي الكاس. ايه اللي حصل؟ الفريقين كانوا متعادلين ودخلوا مع بعض اشواط اضافيه، وقت اضافي. خلاص؟ ففي الشوط الثاني في الدقيقه 116 هوب برشلونه خطف الجول. فانا طبعا كنت راجل ايه؟ انا قاعد مستعد مهيأ، انا عارف ان فريقي مجنون في اي لحظه ممكن هوب يخطف. فانا طبعا قاعد هنا عندي استعداد. عندي يا مستر؟ عندي استعداد. خلاص؟ فانا قاعد متجهز، انا قاعد مهيأ. خلاص؟ يبقى ده طبعا الاستعداد. ثالث نقطة التكرار. خلاص؟ التكرار يعني ايه؟ يعني تخيل دلوقتي كده انا قلت لك المعلومة دي المرة واحدة، وخليت لك الفيديو ده متاح ان انت تتفرج عليه مرة واحدة بس، وحتى البوستر لما جيت ادي لك البوستر خليت لك ان انت ممكن تفتحه مرة واحدة بس. ساعتها انت هتعرف تراجع؟ لا طبعا. ساعتها انت هتسمع مني المعلومه ويا افتكرتها يا ما افتكرتهاش، يا تسجلها ورايا خلاص ضاعت عليك مش هتعرف تراجعها تاني. لكن الصح ايه؟ ان انا اسيب لك الفيديو اتفرج عليه براحتك مره واثنين وثلاثه، عيد في اي نقطه مضايقاك مره واثنين وثلاثه، اتفرج على البوستر براحتك مره واثنين وثلاثه. صح كده؟ حلو. فدي حاجه اسمها برضو في الملاحظه التكرار، ان تكون الظاهره قابله للتكرار حتى يتمكن الباحث من التحقق والمراجعه وملاحظه ما فاته سابقا. انت ممكن مثلا تذاكر البوستر لاول مره في معلومه وقعت منك ما كنتش واخد بالك منها، لكن تيجي تذاكره تاني مره وتراجع لا خدت بالك من معلومه جديده. فهمت التكرار؟ طيب الحمد لله. ثالث نقطه اسمها الشموليه. يعني دلوقتي حضرتك لما تدرس ظاهره بعد اذنك ادرسها من جميع جوانبها دون اغفال اي جانب. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو هدرس ظاهره زي الجريمه مثلا، ينفع ادرس نتائج الجريمه بس؟ لا طبعا. لازم ادرس الاسباب كمان، لازم ادرس الظروف اللي هيأت للمجرم يعمل جريمته، لازم ادرس ايه العوامل اللي دفعت المجرم ان هو يعمل جريمته، ادرس دوافعه. خلاص؟ عشان احاول احارب الجريمه. فده طبعا بدرس الظاهره من جانب واحد ولا من جميع الجوانب؟ من جميع الجوانب. يبقى دي اسمها الايه؟ الشموليه، عشان بتشمل كل الجوانب. خلاص؟ بنحلل مع بعض كلمه كلمه اهو. النقطة رقم 5 اللي هي الموضوعية. طبعا حضرتك عارف ان الموضوعية يعني الحياد، يعني انا مش تبع ده ولا تبع ده، انا ما بتأثرش بميولي، ما بتأثرش برغباتي، ما بأثرش بأهوائي، لا ده انا عايز الحقيقة زي ما هي. انا راجل مش منحاز ولا لنفسي ولا لغيري. خلاص؟ فقال لحضرتك اهو استبعاد الميول والاهواء والرغبات الشخصية وتسجيل كل ما يبدو على الظاهرة بحياد. يعني انا ولا مع ده ولا مع ده. خلاص؟ دي كده الموضوعية. آخر حاجة الدقة تتحقق باستخدام الأجهزة والآلات التي تساعد على الدقة في الملاحظة. يعني إيه يا مستر؟ الدقة كده تعالى أديلك مثال سريع عليها. حضرتك دلوقتي ربنا كرمك لما كبرت ورحت إيه؟ تخطب بنت. خلاص؟ ربنا طبعا إن شاء الله يكرمك وينولك أفضل حاجة. فحضرتك رحت تخطب وربنا إيه؟ يسر لك الأمور. فأنت رايح تجيب معاها الذهب. خلاص؟ فحضرتك دلوقتي مثلا بتقيسوا الذهب ده، بتقيسوا وزنه. هل هتلاقي عند الراجل بتاع الذهب ميزان الخضار هيقيس لك عليه جرام الذهب؟ لا طبعا. ده انت بتلاقي عنده ميزان اسمه الميزان الايه؟ الميزان الحساس. صح؟ هو ده اللي بيقيس الجرامات. طب حلو. هل ينفع انت تروح تقيس الذهب ده على ميزان الخضار؟ لا. فلكل حاجه لازم الاداه المناسبه ليها. صح كده؟ زي ما مثلا ما ينفعش تاخد 2 كيلو خضار تروح عند بتاع الذهب تقول له النبي وزنهم لي على الميزان الحساس الله يبارك لك. ساعتها طبعا الراجل ده يقول عليك ايه؟ مجنون. صح؟ طيب
فدي طبعا حاجه اسمها الدقه. بعد كده يا سيدي عندنا تاني خطوه، احنا كده خلصنا الملاحظه وعرفنا الست شروط بتوع الملاحظه. خلاص؟ طيب تعالى كده نروح عند الفرض العلمي. والفرض العلمي قال لحضرتك ده عباره عن توقع، عباره عن تخيل، عباره عن تنبؤ وتكهن. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك ده تفسير مؤقت، بحاول اضع تفسير مؤقت كده عشان احاول الاول ايه ابني عليه البحث. خلاص؟ فده تفسير مؤقت للظاهره التي يقوم الباحث بدراستها، واذا اثبتت التجربه صحته يصبح قانون او يصبح تفسير ايه نهائي. ما احنا عندنا نوعين من التفسير، تفسير مؤقت ده الفرض العلمي حتى جاي من اسمه مجرد افتراض. خلاص؟ والتفسير النهائي ده القانون اللي هناخده بعد شويه. خلاص؟ فده طبعا لسه احنا في الايه في التفسير المؤقت. الله حضرتك بس خد بالك برضو عشان تحط فرض علمي في بعض الشروط. قلت لي برضو يا مستر، قلت لك معلش حقك عليا انا، استحملني انا. خلاص؟ ايه هي شروط الفرض العلمي؟ الله حضرتك اول حاجه الواقعيه. اللي يا مستر الواقعيه، حلو. الله حضرتك لازم يكون الفرض مستمد من الملاحظات والتجارب، لا يكون مجرد تخيلات بعيده عن الواقع. لازم دي حاجه تكون موجوده في ارض الواقع، لازم يكون حسي، لازم اقدر اشوفه. خلاص؟ لازم يكون حاجه اقدر اتعامل معاها. ما ينفعش تقول لي ان دي حاجه مثلا في عالم المثل، لا انا عايز حاجه واقعيه. خلاص؟ طيب تاني شرط لازم يبقى فيه اتساق، ان يخلو الفرض من التناقض. ما ينفعش تقول حاجه وعكسها. ما ينفعش تقول لي مثلا هنفترض ان 1 زائد 1 بتساوي 2 وترجع تقول لي هنفترض ان 1 زائد 1 بتساوي 3. لا ده انت كده راجل متناقض، واقعد مع نفسك ظبط حساباتك وابقى تعالى لي. انا عايز حاجه متسقه متوافقه مع بعضها. خلاص؟ ثالث شرط اسمه التوافق مع قوانين العلم، الا يتعارض مع قوانين العلم الا اذا كان هناك ادله جديده تجريبيه واضحه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انت بتبقى قاعد في البيت بالليل مع نفسك، خلاص؟ اهلك كلهم ناموا وانت الوحيد يا واد اللي سهران. فانت دلوقتي سمعت صوت من فوق، تحريك الكراسي وتحريك الكنب والحاجات دي. انت بتقول لنفسك معقوله الجيران بيحركوا كراسيهم الساعه 3 ولا 4 الفجر؟ ده مين اللي صاحي اصلا يعمل الكلام ده؟ وحتى لو صاحي هيفضل يحرك ويعمل؟ لا. فانت بتبتدي توهم نفسك ان هو ايه، وانت طبعا قاعد لوحدك والدنيا مظلمه فجو رعب الرعب. خلاص؟ فانت طبعا بتبتدي توهم نفسك ان ده جن وشياطين والعياذ بالله. خلاص؟ فالجن والشياطين دول حاجات تعترف بيهم العلم؟ لا ما يعترفش بيهم العلم. خلاص؟ فقال لحضرتك طبعا ما ينفعش تتعارض مع قوانين العلم، لان ما فيش علم بيقول لك ان ممكن الجن يقوم ساحب كرسي، ما فيش حاجه اسمها كده. خلاص؟ ما فيش علم يقول لك ان الجن بيحرك ستاره، ما فيش حاجه اسمها كده. خلاص؟ طيب رابع حاجة والأخيرة اسمها قابلية للتحقق الحسي. لازم دايما الفرض العلمي يكون خاضع للتجربة، لازم نقدر نعمل عليه تجربة. لو ما نقدرش نعمل عليه تجربة ما يبقاش فرض علمي. خلاص؟ فقال لحضرتك لازم يتعلق الفرض بظواهر مادية حتى نتمكن من اختبارها والتحقق من صدقها. يعني لازم يخضع للتجربة من الآخر زي ما قلنا. خلاص؟ دول كده كانوا شروط الفرض العلمي. لو حضرتك عندك أي مشكلة فيهم ارجع برضو عيدها تاني، بس اعتقد ان احنا الحمد لله بفضل الله ما بنعديش نقطه الا ونكون قافلينها. خلاص؟ ركز معايا كده عند ثالث خطوه اسمها التجربه. مش احنا اتفقنا ملاحظه فرض تجربه قانون؟ طيب ثالث خطوه اسمها التجربه، اللي هي طبعا ملاحظه مستثاره او بنقول عليها ملاحظه مقننه او بنقول عليها اجراءات مصطنعه. يا مستر، يعني التجربه ممكن تغفلني وتبقى سوسه ويبقى اسمها ملاحظه مقننه او ملاحظه مستثاره. يعني التجربه ممكن يبقى اسمها ملاحظه بس مستثاره او مقننه. خلاص؟ طيب فملاحظه مستثاره او مقننه يعني برضو تم فيها اجراءات مصطنعه، يعني تجربه. تمام؟ قال لحضرتك دي عباره عن اجراءات مصطنعه تجرى على جزئيات الظاهره. خلاص؟ وهي الوسيله الاساسيه للتحقق من صحه الفروض، حيث يتدخل الباحث في التجربه بيراقب الظاهره في ظروف معينه يعدها ويهيئها بنفسه تحقيقا لاغراضه العلميه. يعني ايه يا مستر برضه تجربه؟ يعني قال لحضرتك في السؤال الباحث اتدخل، الباحث بيعزل مركب، بيضيف شيء، بيخلط شيء، بيغير شيء، بيعدل شيء، بيطور شيء، كل حاجه الباحث اتدخل فيها اسمها تجربه. اي اجراء الباحث اتخذه اسمه تجربه. اي حاجه الباحث اتدخل فيها في الحاجه يبقى اسمها ايه؟ تجربه. خلاص؟ طيب بس خد بالك برضو انت عارف ومتابع ان كل حاجه وبقى ليها شروط، مفيش حاجه بقت ببلاش. يا مستر يعني التجربه كمان عايزه شروط؟ والله يا مستر انا تعبت، والله حقك عليا استحملني. بص يا سيدي، شروط التجربه بسيطه. قال لحضرتك اول حاجه لازم تتحرى الحياد والموضوعيه، وانا وانت عارفين وقافلين كويس حته الموضوعيه معناها عدم ادخال الاراء والمعتقدات الشخصيه في التجارب. ما تقولش رايك، خد الحقيقه زي ما هي. خلاص؟ طيب
تاني نقطة اليقظة والانتباه. اليقظة والانتباه لازم دايما تكون مصحصح، لازم دايما تكون فايق، لازم دايما يكون عندك تيقظ، يكون دايما عندك استعداد لأي حاجة ممكن تحصل. خلاص، أن يكون العالم يقظ وحريص على تسجيل كل ما يلاحظ أثناء التجربة، وإن هو يكون منتبه لكل ما هو غير متوقع. خلاص، آخر نقطة اسمها مراعاة المواثيق الأخلاقية، طبعا زي عدم إلحاق الضرر بموضوع البحث، زي الحصول على الموافقات المسبقة. خلاص، قبل ما تعمل طبعا أي بحث لازم تبقى واخد الموافقة عليه. عند حضرتك آخر نقطة في التجربة اسمها أنواع التجارب العلمية. أنواع التجارب هم 3 أنواع. أول تجربة اسمها تجربة مرتجلة أولية. التجربة المرتجلة الأولية دي بيقول لحضرتك يجريها الباحث عندما يكون جاهلا بخواص الظاهرة التي يدرسها كي يعثر على أحد الفروض. يعني إيه يا مستر؟ دلوقتي وأنت صغير كان حلمك إن أنت تخش معمل العلوم اللي في المدرسة. فاسمع كده، أنت يا صديقي دخلت مثلا وقمت عامل إيه؟ قمت ضايف مادتين على بعض وانت مش عارف نتيجتهم، فجيت مثلا تضيف ماده بتساعد على الاشتعال مع البنزين، فقمت حاطط الاتنين على بعض، بوم ضربت في وشك لا قدر الله. فطبعا اللي انت عملته ده انت جاهل بالنتيجه، انت مش عارف ايه اللي هيحصل، فانت جيت تجرب. فطبعا بيقول لك سيدوني كان نفسه يبقى تايدر بس ما عرفش يسيطر، قامت ضربه في وشك يا معلم، لان حضرتك كنت كنت جاهل بخواص الماده. اتفهمت، كنت جاهل بخواص التجربه وخواص المواد اللي فيها. خلاص طيب، لكن في تجربه تانية بقى، ودي التجربه بتاعت الناس الشيك بقى، الناس الهاي ليفل، اللي هي التجربه العلميه. ده بيبقى اصلا بني ادم كاريزما كده، هو داخل عارف اصلا كده كده النتيجه اللي هتحصل، بس بيجرب. عارف انت الناس اللي هو بيبقى حاطط سيجاره في بقه كده وباصص للسما كده، اللي هو عارف كده كده النتيجه اللي هتحصل، بس مستنيك تشوفها بعينيك عشان تقول له ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي، ده ايه الشطاره دي. فطبعا هي دي التجربه العلميه، ان حضرتك بتبقى فاهم ايه النتيجه اصلا اللي هتتم وايه النتيجه اللي هتحصل. خلاص، دي التجربه العلميه، فده مجرد فرض احنا عايزين نتاكد بس منه. خلاص، دي التجربه العلميه. اما بقى التجربه السلبيه، ودي حكايتها حكايه. التجربه السلبيه بقول عليها غير مباشره، والتجربه السلبيه لا يتدخل فيها الباحث ولا في تركيبها، وانما ينحصر دوره في متابعه التغيرات التي احدثتها الطبيعه. يعني ايه يا مستر؟ تجربه مثلا زي تجربه على الرعد والبرق، تقدر تتدخل في الرعد والبرق؟ حاشا لله، ما تقدرش. تقدر تتدخل في ظاهره المد والجزر؟ برضه ما تقدرش. كل اللي عليك اقعد، سيب الطبيعه هي تجرب، ما تتدخلش انت خالص. فدي حاجه اسمها تجربه تجربه سلبيه لا يتدخل فيها الباحث. خلاص، بنقول عليها غير مباشره. وخد بالك على فكره، التجربه الاوليه المرتجله، تعالى كده اقول لك اسم تاني ليها بس ده في سرك، ها، ما بتطلعش غير للحبايب بس دي. التجربه دي بنقول عليها التجربه الاستكشافيه. الاستكشافيه. التجربه الاستكشافيه هي الاوليه. التجربه الاستكشافيه هي يا مستر الاوليه، هي المرتجله. خلاص طيب، اخر نقطه بعد ما خلصت ملاحظه، خلصت فرض، خلصت تجربه، اخر نقطه طبعا هوصل لايه يا معلم؟ هوصل للقانون. الله ينور عليك. القانون العلمي، الله حضرتك، ده بقى التفسير الدائم اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. خلاص، ده التفسير النهائي والحكم النهائي للظاهره. هو ده طبعا يعتبر القانون فرض تم اثبات صحته. تم اثبات صحته، لان الفرض ده تفسير مؤقت، صح؟ مش احنا متفقين ان الفرض تفسير مؤقت؟ فلو ثبت صحته بيتحول لقانون تفسير دائم او نهائي. خلاص، لكن لو ثبت بطلانه بيتم التخلي عنه وبنستبعده. خلاص، فالقانون ده فرض تم اثبات صحته او صدقه. تمام. خلصنا خطوات الاستقراء الحمد لله، وخلصنا النقطة اللي تكاد تكون الأكثر تفاصيلا شوية في الدرس ده. خلاص، تعالى بقى كده كل اللي جاي دلع بقى خلاص. بص يا سيدي، إسهامات العلماء المسلمين اللي هم العرب في الاستقراء. بص يا سيدي، الاستقراء طبعا او العلماء العرب عملوا ايه في الاستقراء؟ قال له حضرتك نبدا كده برمانه الميزان جابر بن حيان. رمانه الميزان جابر بن حيان عمل ايه الراجل ده؟ قال له حضرتك ده كان مؤسس علم الكيمياء، مؤسس علم الكيمياء. قال له حضرتك بنطلق عليه رجل التجارب العلميه. ليه؟ اصل هو والتجارب كانوا داخلين زي ما تقول كده في قصه حب. الاثنين كانوا بيعشقوا بعض. جابر بن حيان كان بيحب قوي يعمل حاجه اسمها التجربه. جابر بن حيان كان بيحب يجرب جدا جدا جدا. خلاص، فجابر بن حيان ده طبعا اطلق على التجربه اسم التدريبات، ويتلخص منهجه في 3 خطوات. اول خطوه بدا بها جابر بن حيان وضع الفروض العلميه. تاني خطوه، يبقى خد بالك، اول خطوه بدا بها ابن حيان وضع الفروض العلميه.
اي حد تاني يقول لك بدا بملاحظه، بدا بتجربه، بدا باي بتنجان اسود، لا، قول له انت مش فاهم حاجه. خلاص. جابر بن حيان بدا بالفرض العلمي، بدا بالفرض العلمي. خلاص. طيب، وبعد كده كان بيستنبط نتائج مترتبه عليه. في الاخر خالص كان بيرجع للطبيعه عشان يتحقق من صدق تلك النتائج عن طريق الملاحظه والتجربه. خلاص اهو، عن طريق الملاحظه والتجربه. بس هو الاول كان بيبدا بالفرض، بعد كده بيستنبط منه نتائج، بعد كده طبعا بيرجع للطبيعه عشان يتاكد منها. خلاص كده يا معلم. خلاص، يبقى احنا نطلع بمعلومتين مهمين جدا من جابر بن حيان. جابر بن حيان كان رجل التجارب العلميه وكان بيحب التجارب جدا. حلو. جابر بن حيان بدأ بالفرض، خلاص، وبعد كده استخلص منه النتائج، وبعد كده كان بيتأكد من النتائج دي عن طريق الملاحظة والتجربة. خلاص، دول المعلومتين الأساسيين اللي هيسألك فيهم في جابر بن حيان. تاني نقطة بعد كده، أو تاني عالم عربي اسمه الحسن ابن الهيثم. الحسن ابن إيه؟ الهيثم. وده يا سيدي مؤسس علم الفيزياء. خلاص. ده طبعا قال لحضرتك ده ضعف منهجه الى استقراء الموجودات والتعرف على الحالات الجزئيه وخواصها للوصول للحكم العام او للقانون العام. واللي ايده في ده كان عالم انجليزي اسمه بيرتراند راسل. خلاص. طيب، قال لحضرتك اتبع خطوات المنهج الاستقرائي، فبعد صياغه الفرض يتحقق منها بالتجربه التي اطلق عليها الاعتبار. خلاص. يبقى كده جابر بن حيان كان بيدلع التجربه العلميه وبيقول عليها تدريبات، لكن ابن الهيثم كان بيدلع التجربه وبيقول عليها الاعتبار. خلاص. وابن الهيثم ما عملش حاجه جديده بصراحه. ابن الهيثم ما كانش كرييتيف. هو الاستقراء اصلا كده كده بيبدا من الجزء وبينتقل للكل، فابن الهيثم جه بس زياده تاكيد كده، قام قايل لك اوعى تنسى الاستقراء بيبدا من الجزء وبينتقل للكل، بيبدا من الخاص وبينتقل للعام. بس كده. بس كده يا ابن الهيثم. بس كده، انا بفكرك بس. خلاص. ومعلومه ليك انت، اضافيه ليك انت، عشان ما تخليش حد يتنطط عليك، عشان عارف ان اللي بيحب يتنطط كتير، فما تخليش حد يتنطط عليك. الحسن بن الهيثم هو على فكره اللي كان عنده علم البصريات. علم الايه يا مستر؟ البصريات. هو اللي كان مهتم بتشريح العين البشريه. خلاص. هو اللي كان مهتم برضه بعلم الضوء وانعكاسه. خلاص. هو اللي كان مهتم بالحاجات دي. يا مستر السؤال الاساسي هيبقى في دول؟ لا، بس خليك عارفهم، ما تخليش حد احسن منك في حاجه. متفقين؟ متفقين. تعالى كده عند اخر نقطه، والراجل كاتب لك اهو، يعني كتر خيره في المصمم، بيقول لك اخلاقك عنوانك. خلاص. بص يا سيدي، خلينا بعد كده ننتقل للنقطه الاهم. النقطه دي بعنوان الاستقراء الحديث اللي هو التقليدي، والاستقراء المعاصر اللي هو الفردي. حلو. ايه الفرق بينهم يا مستر؟ عشان انا معلش النقطه دي كانت بتعمل لي احيانا دروبات ومشكلات. لا يا سيدي، ولا اي حاجه. بقول لك على حاجه، سيبك من الملزمه. انا عارف ان انت بتعشق الوايت بورد بتاعتنا، الحمد لله. خلاص. فتعالى كده نعيش انا وانت اهو في الوايت بورد. بص يا سيدي، ادي يا عم اهو الجدول بتاعنا الجميل ده، كده المقارنه اللي ما بينهم. خلاص. وده الاستقراء التقليدي. خلاص. اللي هو الحديث. ده الاستقراء المعاصر. ده الاستقراء الايه؟ المعاصر اللي هو الفردي. خلاص يا سيدي. تعالى كده نقارن ما بينهم. ادي مقارنه، ادي 2، ادي 3، ادي 4. خلاص. طيب، هنقارن منهم من حيث طبيعه المنهج، وهنقارن بينهم من حيث ترتيب الخطوات. خلاص. هنقارن منهم من حيث طبيعة الفرد، وهنقارن بينهم من حيث طبيعة القانون. نبدأ ونسمي الله. والله بإذن الله لا خليك الحتة دي كده في إيديك بإذن الله. يلا يلا. قال لحضرتك الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر. نبدأ ونمسك كده في أول وجه مقارنة من حيث طبيعة المنهج. وخد بالك إن في النقطة دي هو بيسأل كده أو كده، بالطول أو بالعرض. يعني إيه يا مستر؟ يعني ممكن يجي يسألك ده كده الفرق بينهم في إيه؟ طبيعة المنهج ولا ترتيب الخطوات ولا طبيعة الفرد ولا طبيعة القانون؟ وممكن برضو يسألك ده كده طبيعة المنهج عند مين في دول؟ تقليدي ولا معاصر؟ خلاص؟ طبيعة الفرد عند مين في دول؟ تقليدي ولا معاصر؟ وهكذا. خلاص؟ فخليك جاهز لأي صيغة سؤال في النقطة دي. تمام؟ طيب تعال. قال لحضرتك بقى في طبيعة المنهج
قال لك ده المنهج التقليدي ده كان منهج استقرائي تجريبي خالص، يعني ما فيهوش اي عنصر تاني غير الاستقراء التجريبي، هو استقراء بس. لكن على الناحيه الثانيه ده منهج استقراء بيجمع بين الاستقراء والاستنباط. استقراء وايه يا مستر؟ واستنباط. عارف بيقول لحضرتك عليهم ايه؟ بيقول لك بيجمع بين المنهج الاحتمالي والمنهج اليقيني. ما بيجيبها لكش استقراء واستنباط، بيقول لك احتمالي ويقيني. فالاحتمالي واليقيني، وعلى فكره ده كان سؤال ثانويه عامه، خلاص ده كان سؤال من الوزاره، احتمالي ويقيني كان اجابته احتمالي ويقيني، فخد بالك ان الاحتمالي واليقيني يعني استقرائي واستنباطي. تمام؟ طيب ده كده من حيث طبيعه المنهج، واحد استقراء تجريبي وواحد استقراء واستنباط مع بعض. من حيث ترتيب الخطوات، قال لحضرتك هنا اول خطوه الملاحظه، تاني خطوه ها انت اللي بتمليني الفرض، برافو عليك، الثالثه التجربه، والرابعه طبعا زي ما انت عارف القانون. حلو قوي. ملاحظه، فرض، تجربه، قانون، ده المنهج العادي بتاعنا التقليدي الحديث. لكن المنهج المعاصر قال لحضرتك ده بيبدا بالفرض. طب لو انت برنس بقى، انا عايز اقف هنا واسالك، تفتكر كده مين اللي ايد المنهج المعاصر في العلماء؟ ها قول لي انت كده. جابر بن حيان، برافو عليك، لعيب. ليه؟ هتقول لي اصل يا مستر جابر بن حيان بدأ بالفرض، وبرضه المنهج المعاصر بدأ بالفرض. حلو، فكده ده بدأ بالفرض. بعد كده عمل ايه؟ قال لحضرتك بيستخلص نتائج تلزم عنه. خلاص، ده بدأ بالايه بقى؟ بالفرض الصوري. خلاص. طيب الخطوه رقم 3 يا مستر، قال لحضرتك ده بيروح بعد كده يتاكد منهم بالملاحظه والتجربه. هو جابر بن حيان تحسه بيتكلم عن جابر بن حيان. قال لحضرتك في الاخر خالص بيوصل الحمد لله على السلامه للقانون. كده الغرض النهائي للاثنين ايه؟ الوصول للقانون بس. خلاص. طيب في طبيعه الفرض بقى، في طبيعه الفرض، ايه الفرق بين الفرض التقليدي والفرض المعاصر؟ اسمع كده، قال لحضرتك الفرض التقليدي هو فرض مادي حسي، وخد بالك بنقول عليه من الدرجة الأولى، بنقول عليه من الدرجة الأولى. خلاص، دي معلومة ليك أنت. طيب الفرض ده قال لحضرتك ده فرض يخضع للتجربة المباشرة، بما إنه فرض حسي فتجربته تجربة مباشرة. ده فرض بيخضع للإدراك الحسي. قال لحضرتك وفي المعلومة الأهم ده فرض إيه مصدره يا مستر؟ قال لحضرتك مستمد من الملاحظات. مستمد من إيه يا مستر؟ من الملاحظة. خلاص، مش إحنا هنا في المنهج الاستقرائي التقليدي بنبدأ بالملاحظة؟ هتقول لي عشان كده أقول لحضرتك الفرض بتاع التقليدي جاي من الملاحظة. خلاص؟ طب تعالى كده على النقيض نشوف الاستقراء المعاصر أو الفرض المعاصر بيجي إزاي. قال لحضرتك ده فرض صوري، وعلى فكرة ده فرض من الدرجة الثانية برضو، ودي المعلومات. خلاص، ده فرض صوري مجرد. خلاص، ده فرض عقلي. فرض ايه يا مستر؟ عقلي. بيقول لحضرتك لا يخضع، اهو، لا يخضع للتجربة. عفوا نمسح بس الجزئية دي كده. خلاص، لا يخضع للتجربة المباشرة، لا يخضع للإدراك الحسي المباشر. طب مصدره يا مستر؟ قال لحضرتك ده مصدره من قوانين ونظريات سابقة. يعني ده أصلا بيكون نظرية سابقة بيحاول يفسرها أكتر. خلاص، يعني ده أصلا بيكون مستمد من فرض تاني. يعني إيه يا مستر؟ قال لحضرتك مثلا نيوتن جاب الجاذبية منين؟ هو أنت لسه مضحوك عليك إن نيوتن أول واحد اكتشف الجاذبية؟ لا، ده انت عارف مني ان كيبلر العالم الكبير هو اللي كان واضع بعض المبادئ اللي نيوتن كمل عليها. عشان كده بقول لك هو مستمد من قوانين سابقه، كمل عليها نيوتن وضاف لها اسم قانون الجاذبيه. فعشان كده بقى قانون الجاذبيه مين اللي له الفضل ليه بعد ربنا؟ نيوتن. بس هو اصلا في الاصل نيوتن كان معتمد على مين؟ كان معتمد على قوانين سابقه اللي هي قوانين كيبلر. خلاص. طيب يبقى مين اللي مصدره الملاحظه؟ الفرض التقليدي ولا المعاصر؟ التقليدي. طيب مين يا مستر مصدره نظريات سابقه؟ انهي فرض؟ المعاصر. طب يا مستر من حيث طبيعه المنهج مين استقراء بس؟ تقليدي. طب مين استقراء واستنباط؟ معاصر.
نيجي بقى يا صديقي بعد كده لطبيعه القانون. بص يا سيدي، طبيعه القانون التقليدي كانت بتتميز بحاجتين، وطبيعه القانون المعاصر زيهم بتتميز بحاجتين. طبيعه القانون التقليدي والله كانت بتتميز بان هو سببي وحتمي. سببي وايه يا مستر؟ وحتمي. طبيعه القانون المعاصر كانت بتمتاز بان هي حاجتين برضو، ان هو وصفي واحتمالي. وصفي وايه يا مستر؟ واحتمالي. بص يا سيدي، يعني ايه كلمه سببي؟ قال لحضرتك القانون التقليدي قانون سببي. يعني ايه؟ قال لحضرتك بيسال في كل شيء لماذا. خلاص، مش نحن هنا يا ابني، ركز معايا. لماذا؟ لماذا ايه؟ لماذا اي حاجه. يعني تقول له مثلا الظاهره كذا يقول لك لماذا حدثت. تقول له مش عارف ايه، لماذا؟ ليه؟ ايه السبب؟ فهو عايز يعرف سبب كل حاجه. فمن الاخر ده بيهتم بالاسباب. ده بيهتم بالايه يا مستر؟ بالاسباب. عشان كده اسمه سببي. وحتمي ليه؟ قال لحضرتك اصل متى توافر السبب توافرت النتيجه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ قال لحضرتك يعني مثلا لو انت بتقول ان الدنيا مطرت عشان في غيوم، فمعنى كده ان كل ما يبقى في غيوم كل ما الدنيا هتمطر، كل ما يتوفر السبب كل ما تتوفر النتيجه. طب بلاش، كل ما انت بتقول لي يا مستر ان انا مش هنجح ابدا غير لما اذاكر، فمعنى كده ان سبب النجاح المذاكره، فكل ما اذاكر كل ما هنجح. يبقى ده كده حتمي. خلاص، فده كده في انهي قانون يا مستر؟ ده كده القانون التقليدي. خلاص يا سيدي، خلاص. بعد كده جه قال لحضرتك في القانون المعاصر ده قانون وصفي قانون احتمالي. قانون وصفي وقانون احتمالي. مش ده كان بيسأل في السببي كان بيسأل لماذا؟ ده بقى قال لحضرتك وانا مالي اتدخل في خصوص غيري ليه؟ اتدخل في خصوصيات الناس ليه؟ لا يا سيدي، انا مش هعمل كده. قال لحضرتك انا هكتفي بوصف الظاهرة. يعني هكتفي بان انا اسأل كيف يحدث. يعني لو الدنيا بتمطر كيف تمطر؟ يعني بشده ولا عادي ولا ايه بالظبط؟ طب ماشي. نجح، كيف ينجح؟ بان هو يحل في الامتحان كويس. طب يحل في الامتحان كويس ليه؟ ماليش دعوه انا بقى بليه دي. ليه دي بتاعت التقليدي. انا شغلتي بسال كيف، بسال ازاي، ما بسالش ليه. خلاص؟ طيب يبقى ده كده الوصفي بيكتفي بوصف الظواهر فقط. وصف الايه يا مستر؟ وصف الظواهر كيف تحدث. خلاص. واحتمالي ليه يا مستر احتمالي؟ الله حضرتك جميع الحقائق العلمية خلاص قابلة للتغير. قابلة لإيه يا مستر؟ للتغير. خلص الاستقراء. يعني ايه يا مستر قابلة للتغير؟ يعني كل الحقائق بتتغير، مفيش حاجة يا عم بتفضل على حالها يا عم. خلاص؟ طيب. خلص كده درس الاستقراء يا سيدي الحمد لله بالكامل. تعالى كده نخش على الجزء الثاني ونشوف الاستنباط والذكاء الاصطناعي، وبعد كده نبتدي بقى نحل براحتنا. يلا بينا، يلا بينا. دلوقتي يا شباب تعالى نكمل كده مع بعض الموضوع الثاني في المنطق، اللي هو طبعا كان عبارة عن الاستنباط والذكاء الاصطناعي. خلاص؟ طيب تعالى كده يا صديقي وبص معايا في اول معلومه. بقول لحضرتك اصلا هو ايه علاقه المنطق بالتفكير الرياضي. بص يا سيدي، قال لحضرتك المنطق والتفكير الرياضي عاملين كده. يعني ايه يا مستر كده؟ قال لحضرتك يعني مترابطين جدا جدا. يعني المنطق ما نعرفش نفصله دلوقتي عن الرياضه. بسبب ايه يا مستر؟ قال لحضرتك بسبب ان الاثنين ارتبطوا ببعض. وبعد ما ارتبطوا ببعض يا مستر يعني هيتجوزوا؟ قال لحضرتك لا، ده ترابط ما بينهم، يعني اتحاد بينهم. فقال لحضرتك ان اليقين الموجود في الرياضيات يرجع الى انها علم استنباطي. يعني الرياضيات اصلا مشتقه من المنطق، من الاستنباط. قال لحضرتك الاستنباط في العلوم الرياضيه يبدا من الكليات ليصل الى الجزئيات، يعني من العام للخاص. قال لحضرتك كمان اصبح الاستنباط يستخدم لاكتشاف نظريات وقوانين رياضيه جديده، وليس فقط لتاكيد صحه فرضيه معينه. يعني من الاخر ريح دماغك كده، هو عايز يوصل لك ايه من كل الهري والكلام ده؟ هو عايز من الاخر يقول لحضرتك ان الرياضيات مرتبطه بالمنطق، فاصبحنا لا نعلم من اين تبدا الرياضه واين ينتهي المنطق. يعني يا مستر يعني الاثنين مرتبطين ببعض، ما ينفعش تفرقهم عن بعض. خلاص يا سيدي؟ طيب. قال لحضرتك بعد كده عندي نقطة بعنوان بناء النسق الرياضي. قال لحضرتك يعني ايه يا مستر النسق الرياضي؟ قال لحضرتك النسق الرياضي ده بقى هو بناء عقلي متكامل. يعني ايه يا مستر بناء عقلي متكامل؟ يعني شفت البناء اللي حضرتك بتشوفه ده المباني؟ هو بقى ده بناء شبهها كده بس في الدماغ، ما بيتشافش. مش مباني بقى من خرسانة وطوب وكلام من ده، لا، ده مبني من حاجتين، مبني من مقدمات ومبني من نتائج. بس كده شكرا. يبقى النسق الرياضي بناء عقلي متشابك ومتكامل الاجزاء، خلاص، يتكون من مقدمات ونتائج.
ده تعريف ايه يا مستر؟ ده تعريف النسق الرياضي. فلو جالي في الاختيارات يا مستر ده تعريف ايه، اختار النسق الرياضي بس. خلاص، انا عايزك تريح دماغك من الاخر وتبقى لعيب كده، تبقى ايه، لعيب كده. خلاص. طيب تعالى كده نشوف مع بعض ليه بنقول على النسق الرياضي بقى استنباطي. قال لحضرتك لانه طبعا ينتقل من المقدمات للنتائج بالمنهج الاستنباطي، يعني من مقدمات لنتائج تلزم عنها ضروريا. يعني من الاخر عايز يقول لحضرتك ان الرياضيات زيها زي الاستنباط، الاتنين علوم يقينيه. مش احنا قلنا في المقارنه بين الاستقراء والاستنباط ان الاستقراء احتمالي لكن الاستنباط يقيني مؤكد حتمي؟ خلاص. طيب فعشان كده بقول لحضرتك ده الاثنين بقوا زي ايه؟ ده الاثنين بقوا زي بعض، اللي هم مين الاثنين دول؟ الاستنباط والرياضيات. خلاص؟ طيب قال لحضرتك بقى احنا عندنا مراحل لبناء النسق الرياضي. ايه يا مستر المراحل دي؟ بص يا سيدي، قال لحضرتك مراحل بناء النسق الرياضي هم 3. أول مرحلة طبعا وضع المقدمات، لازم حضرتك تبدأ نسقك الرياضي بمقدمات، والمقدمات دي منها معرفات، منها لا معرفات، منها بديهيات، ومنها مسلمات، وهنعرف كل واحدة فيهم بالتفصيل دلوقتي الممل، وهنعرف يعني إيه، هو طبعا مش تفصيل ممل ولا حاجة، هنعرفها بالتفصيل يا عم متلخص. خلاص، وهنعرف نميز بين كل واحدة فيهم إزاي ومعناها إيه. يلا بينا، يلا. بس الاول خلينا نعرفك ان مش بس وضع المقدمات، ده بعد كده بنستنبط نتائج من المقدمات دي، وفي الاخر خالص بتبقى مرحله المبرهنات. يعني ايه يا مستر المبرهنات؟ قال لحضرتك يعني تقول ان دي جايه من المقدمات، تقول ان النتائج اللي احنا استخلصناها دي جايه من المقدمات دي. يعني ايه يا مستر؟ مثال، جيت قلت لحضرتك 1 زائد 1 اهي تساوي 2. خلاص، فين المقدمات يا مستر؟ 1 زائد 1. فين النتيجه يا مستر؟ 2. خلاص، في اول مرحله خالص انا وضعت المقدمات اللي هي الواحد زائد ايه، اللي هي الواحد زائد واحد. بعد كده استخلصت منها نتيجه اللي هي ايه، 2. بعد كده المرحله الثالثه اللي هي المبرهنات، لما حد جه سالني جبت الاثنين دي منين، قلت له من المقدمات اللي هي الواحد زائد واحد. فمرحله المبرهنات دي ان حضرتك ترد النتائج للمقدمات. اتفهمت؟ اتفهمت. يا مستر هيسالني فيها هيقول لحضرتك ايه هي المرحله المتممه للنسق، حضرتك هتقول له مرحله المبرهنات. ده السؤال الوحيد اللي ينفع فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده تعالى ناخد مع بعض خصائص القضية الرياضية. يا مستر القضية الرياضية دي عاملة ازاي؟ ايه شروطها؟ ايه خصائصها؟ قال لحضرتك تعالى كده اقول لك. قال لك دي بتمتاز ب3 خصائص. ايه هما يا مستر؟ قال لك تعتبر تحصيل حاصل. يعني ايه؟ فجيت انا رديت عليك وقلت لك تحصيل حاصل يا صديقي يعني المحمول ما بيضيفش جديد للموضوع. يعني لما اجي اقول لحضرتك 1 زائد 1 بتساوي 2، شفت الاثنين اللي في النتيجه؟ ما هي الواحد زائد 1 اللي في المقدمات. يبقى في حاجه جديده؟ لا، ما فيش حاجه جديده. لما اقول لك 10 زائد 10 اكيد ان هي بتساوي كام؟ 20. يبقى ال 10 زائد 10 اللي في المقدمات دي جه منها جديد في النتيجه؟ لا، ما هي 20 هي 10 زائد 10، مفيش جديد. خلاص؟ طيب قال لحضرتك بعد كده طبعا الرياضيات بتعتمد على مبدأ عدم التناقض، اللي هي طبعا صدقها يقيني لا يجوز فيها التناقض. لا يجوز فيها ايه يا مستر؟ لا يجوز فيها التناقض. يعني من الاخر ما ينفعش تيجي تقول لي زي عمرو دياب عايش ومش عايش، ما ينفعش. ما ينفعش تقول لي المعلومه معكسها. ما ينفعش تقول لي دلوقتي مثلا 1 زائد 1 بتساوي 2 وبعد كده ترجع تقول لي لا 1 زائد 1 بتساوي 3. ما ينفعش تقول لي معلومتين عكس بعض. يبقى الرياضيات قائمه على مبدأ عدم التناقض. ما ينفعش تقول لي حاضر وغايب، ما ينفعش تقول لي عايش وميت. خلاص؟ طيب قال لحضرتك ثالث نقطة إن الرياضيات بتعبر عن اللزوم المنطقي. يعني إيه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني لازم الشطر الثاني اللي هي النتيجة تبقى جاية من المقدمات. بمعنى إيه يا مستر؟ تعالى كده ناخد سوا سبورة. خلاص؟ تعالى ناخد مع بعض وايت بورد. بص يا صديقي، دلوقتي لما أجي أقول لحضرتك أدي ده، إحنا بنتكلم هنا عن اللزوم المنطقي. خلاص اتفقنا؟ طيب تعالى كده ناخد مع بعض المثال ده، وهناخد حالتين. لما اجي اقول لحضرتك كل الادباء فلاسفه، خلاص، واجي اقول لحضرتك مثلا ديكارت اديب، اذا حضرتك هتقول لي اذا ديكارت فيلسوف. صح كده؟ صح. طيب دي النتيجه الطبيعيه بتاعتها ايه؟ صح؟ طب ليه يا مستر دي النتيجه الطبيعيه بتاعتها؟ ديكارت موجوده فوق، ديكارت اهي. فيلسوف موجوده فوق، ما هي فلاسفه هي مفردها فيلسوف. خلاص؟ طيب يبقى ديكارت موجوده وفيلسوف موجوده، يبقى النتيجه دي جايه من المقدمات، يبقى دي كده صح، دي كده بتعبر عن اللزوم الايه؟ المنطقي. لكن اسمع الحاله الثانيه، لو جيت قلت لسيادتك كل نفس المثال اهو عشان تفهم الفرق، كل الادباء فلاسفه، وجيت قلت لك ديكارت اديب، فجيت قلت لحضرتك في النتيجه اذا مهاب فيلسوف.
طيب هل النتيجه دي كده كلها جايه من المقدمات؟ تعالى كده نشوف. فيلسوف موجوده فوق، موجوده في فلاسفه. مهاب موجوده فوق، لا مش موجوده فوق، يبقى ده ما فيهوش لزوم منطقي. يبقى ده كده ايه؟ ما فيهوش لزوم منطقي. يبقى مين اللي فيه لزوم منطقي؟ اللي النتيجه فيه جت من المقدمات. مين اللي ما فيهوش لزوم منطقي؟ ان النتيجه فيه جت عكس المقدمات او مختلفه عن المقدمات. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى نرجع يا سيدي. تمام كده؟ يبقى احنا الحمد لله خلصنا خصائص القضيه الرياضيه. انتقل معايا بعد كده على الجزئيه اللي بعدها، اللي هي بقى مكونات النسق الرياضي. بص يا عم، دلوقتي اول حاجه في مكونات النسق الرياضي المقدمات. طبعا حضرتك انا قلت لك ان النسق الرياضي بيتكون من كام حاجه؟ حاجتين، مقدمات ونتائج. مقدمات ونتائج، حلو جدا يا مستر لحد كده. قال لحضرتك بس المقدمات دي بقى بتنقسم لعده اشياء. المقدمات دي بتنقسم لمفاهيم وقضايا. مفاهيم وايه؟ وقضايا. قول معايا كده واشتغل معايا. مفاهيم وقضايا. قال لحضرتك المفاهيم والقضايا دي مالها يا مستر؟ بتنقسم لاجزاء. طب ما تيجي كده ابسطها لك على الاخر وناخدها في وايت بورد. ناخد النسق الرياضي كله كده في وايت بورد. خلاص؟ ادي يا سيدي ده النسق الرياضي. خلاص اهو. النسق الرياضي يا مستر بيتكون من ايه وايه؟ حضرتك قلت لي مقدمات ونتائج. حضرتك قلت لي ايه يا مستر؟ مقدمات ونتائج. وحضرتك يا مستر قلت لي ان المقدمات بتنقسم لحاجتين. حضرتك قلت لي المقدمات بتنقسم لمفاهيم وقضايا. صح كده؟ صح. جيت بعد كده قلت لحضرتك المفاهيم بتنقسم لحاجتين، معرفات ولا معرفات. حلو كده؟ جيت بعد كده برضو قلت لحضرتك القضايا بتنقسم لحاجتين، بديهيات ومسلمات. تمام كده يا معلم؟ التقسيمه دي اهو الشجره بتاعت النسق الرياضي كلها اهي. خلاص؟ طيب يا مستر عرفني كده بقى الفرق بينهم. قال لحضرتك اول حاجه نمسك كده المقدمات نفصصها سوا. قال لحضرتك المقدمات بتنقسم لحاجتين، ايه هما؟ المفاهيم. والمفاهيم دي خد بالك بنقول عليها حدود او الفاظ، يعني كلمات. خلاص؟ لكن القضايا بنقول عليها جمل، او بنقول عليها لا مبرهنات، او ممكن نقول عليها حقائق. خلاص؟ انا بدي لك كل الكلمات المفتاحيه اللي تنفع. اتفقنا؟ خليك معايا بقى ووجه تركيزك كله معايا هنا وسيبك من اي حاجه شغلاك. تعالى بقى كده هنا في الفرق بين المعرفات واللا معرفات. بص يا سيدي الموضوع بسيط جدا. المعرفات طبعا هي الفاظ غامضه. الفاظ مالها يا مستر؟ غامضه. حلو جدا. الفاظ غامضه يعني ايه يا مستر؟ لفظ غامض يعني انا محتاج له التعريف، محتاج توضيح. يعني كلمه انا مش فاهمها اكيد محتاجه تعريف اهي، فنكتب له ان دي تحتاج لايه؟ لتعريف. خلاص؟ ممكن من الاخر نقول على المعرفات دي ان هي تعريفات. زي ايه يا مستر؟ قال لحضرتك زي مثلا لما اجي اقول لك كلمه ايه؟ كلمه مثلا الشعاع. هو حضرتك عارف يعني ايه شعاع؟ لا. فاقول لحضرتك الشعاع مثلا هو ما له بدايه وليس له نهايه. فابتديت اعرفه لك. ابتديت ايه يا مستر؟ اعرفه لك. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ معرفات. يبقى دي حاجه اسمها ايه يا صديقي؟ معرفات. والمعرفات دي اسمها حدود اشتراطيه. اسمها حدود اشتراطيه. ليه يا مستر؟ قال لحضرتك بص، ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش شحات وتنك. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني انت المعرفات دي في الاول الفاظ غامضه، صح؟ انت ما كنتش فاهمها. طلبت من الرياضي ان هو يحط لك ليها تعريف. حصل يا مستر. والرياضي ساعدك ووافق يساعدك وحط لك ليها تعريف. حصل يا مستر. بس حضرتك بقى ينفع تروح تقول له لا التعريف ده مش عاجبني؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده انت ما كنتش فاهمها اصلا. يعني الراجل كتر خيره بيساعدك. عارف عامل زي ايه بالظبط؟ عارف مثلا عامل زي ما تكون معدي من جنب واحد شحات مثلا، تديله اللي ربنا قدرك عليه، فيقول لك ايه دول يا بيه؟ هم دول اللي ربنا قدرك عليهم؟ فاللي هو ايه؟ شحات وبيتنك. فطبعا قلنا لحضرتك دي حدود اشتراطيه لازم تقبلها. اول ما الباحث يقول لك لازم تقبلها زي ما هي، اوعى تعدل عليه في حاجه، لان انت اصلا ما كنتش فاهمها. فكتر خير الراجل ان هو حط لها تعريف. يبقى دي كده احنا بنتكلم فين؟ في المعرفات. حدود اشتراطيه، تعريفات، الفاظ غامضه تحتاج لتعريف. خلاص؟ كل دي المعرفات. قال لحضرتك بقى على العكس تماما اللا معرفات.
قال لحضرتك ده دي الفاظ واضحه. ده دي الفاظ ايه يا مستر؟ دي الفاظ واضحه بذاتها. دي الفاظ اصلا انا مش محتاج لها تعريف، اي لا تحتاج تعريف. خلاص. طب حلو يا مستر، زي ايه؟ الله حضرتك الاول بس خليك عارف ان دي حدود بنقول عليها حدود اوليه. يعني ايه يا مستر حدود اوليه؟ يعني احنا مصدقينها وفاهمينها من غير حاجه. يعني ايه زي ايه مثلا يا مستر؟ الله حضرتك زي كلمه بدايه وكلمه نهايه. حضرتك محتاج حد يفهمك يعني ايه بدايه؟ لا، ما انت فاهم اصلا. هو اللفظ واضح لوحده، الكلمه واضحه لوحدها. محتاج حد يفهمك يعني ايه نهايه؟ لا، ما هو الكلمه برضو واضحه لوحدها اصلا. فانت مش محتاج حد يفهمك الكلام ده. خلاص. فدي اللامعرفات، الفاظ واضحه مش محتاجه لتعريف. خلاص. الفاظ، الفاظ، لان هيبقى في جمل دلوقتي. خلاص. كل دول كانوا مفاهيم والفاظ وحدود. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بقى عند القضايا. القضايا بتنقسم لحاجتين يا صديقي، بديهيات ومسلمات. البديهيات يا مستر يعني ايه؟ الله حضرتك البديهيات دي جمل واضحه بذاتها. جمل واضحه بايه يا مستر؟ بذاتها. الله حضرتك والمسلمات دي برضو جمل واضحه بس مش بذاتها. ايه ده يا مستر؟ هي الكلمه بتفرق؟ تفرق جدا. ليه يا مستر يعني؟ الله حضرتك جمل واضحه بذاتها اللي في البديهيات دي تخلي من البديهيات ان هي قضايا عامه. ان هي قضايا ايه يا مستر؟ عامه. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني دي قضايا كلنا فاهمينها، كلنا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، الاب اكبر من ابنه، محتاجه عالم عشان يفهمها؟ لا طبعا. ده حضرتك من وانت قد كده فانت عارف ان الاب اكبر من ابنه، طبيعي، امال جابه ازاي؟ صح؟ طب حلو. حضرتك محتاج حد يفهمك جمله ان الجزء اصغر من الكل، او محتاج حد يفهمك ان الكل اكبر من الجزء؟ لا طبعا مش محتاج. دي حاجه بديهيه بالنسبه لك. انا حتى لو جيت قلت لحضرتك تعرف ان الكل اكبر من الجزء، هتقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر جبت التايهه يعني. هقول لحضرتك الاب اكبر من ابنه، هتقول لي ايه يا مستر جبت التايهه يعني. فكده طبعا ده دي ايه؟ بديهيات. بديهيات طبعا يعني دي قضايا واضحه بذاتها. طبعا دي قضايا لا تحتاج لبرهان. لا تحتاج ايه يا مستر؟ لا تحتاج لبرهان. الله حضرتك ده دي كمان، ده دي قضايا يعجز العقل عن توضيحها. خلاص. قضايا يفهمها الكل. بيفهمها مين يا مستر؟ الكل. فعشان كده بنقول عليها أولية. يبقى أنا كده عندي حاجتين أولية، في حدود أولية ودي اللامعرفات، برافو عليك، وعندي قضايا أولية ودي البديهيات. اللهم صل على النبي عليك، زي الفل. بالله عليك بقى ما تسرحش مني. خلاص. يبقى مين قضايا أولية؟ جدع، بديهيات. مين حدود أولية؟ اللامعرفات. متفقين؟ أمال مين حدود اشتراطية؟ فكرني. المعرفات، برافو عليك. نيجي بعد كده للمسلمات. الله حضرتك المسلمات دي جمل واضحه. حلو. بس واضحه بذاتها؟ لا. يعني عامه يا مستر؟ لا. الله حضرتك ده دي جمل خاصه بالرياضي فقط. يعني الراجل بتاع الرياضيات بس هو اللي يفهمها. الراجل بتاع الرياضيات بس هو اللي يفهمها. خلاص. فقال لحضرتك يعني ايه يا مستر برضو؟ فهمني، فسر لي، اشرح لي. قلت لحضرتك حاضر. المسلمات دي قضايا برضو مش محتاجه البرهان. الله. يا مستر امال كده ايه الفرق وازاي تخص الرياضي بس؟ ما انا هقول لك اهو. اصل دي مش بيفهمها الكل، دي بيفهمها الرياضي بس. زي ايه يا مستر؟ قال لك حضرتك يعني انا لو جيت قلت لك الاب اكبر من ابنه هتفهمني، فدي بديهيات. اي حد يفهمني، فدي بديهيات. لكن لو جيت قلت لحضرتك المستقيمان المتوازيان متساويان ولكنهما لا يلتقيان، تفهمني؟ والله ما فهمت حاجه، مخك جاب ايرور 404 بتاع الاله الحاسبه. خلاص. فطبعا قضيه زي دي محتاجه حد عادي كده زيه وزيك عشان يفهمها، ولا محتاجه حد بتاع رياضيات؟ محتاجه حد بتاع رياضيات. خلاص. انا يا عم راجل الفيلسوف على قد حالي، انا مش قد بتوع الرياضيات دول. خلاص. طيب. فقال لحضرتك المسلمات دي جمل واضحه خاصه بالرياضي لا تحتاج لبرهان. قال لحضرتك بس خد بالك دي خاصه بالرياضي بس، يعني دي ممكن نقول عليها قضايا افتراضيه. قضايا ايه يا مستر؟ قضايا افتراضيه بنبني عليها بقيه النسق. يعني ايه يا مستر قضايا افتراضيه؟ يعني قضايا يفترض الرياضي صحتها، يفترض الرياضي صدقها، فيجي يقول لك في السؤال قضايا افتراضيه او قضايا يفترض الرياضي صحتها ويبني عليها باقي النسق. يبقى دي مين؟ دي المسلمات. دي مين؟ دي المسلمات. خلاص. اوعى تنساها، ده سؤال بيبقى موضع سؤال دايما وبالنص كده زي ما هو. خلاص. طيب. جيت انا قلت لحضرتك خد بالك ان المسلمات طبعا ليها اسم تاني اللي هي مصادرات.
خلاص يا عم؟ طيب. فقال لحضرتك المسلمات هي المصادرات، يعني حضرتك ما لقيتش مسلمات في الاختيارات ولقيت مصادرات والاجابه هي دي، خلاص اختارها عادي. على مسؤوليتك يا مستر؟ اه والله ما تخافش. تمام؟ طيب. في اي مشكله كده هنا؟ لا. بس خد بالك بعد اذنك من ملحوظه، الاتنين دول اسمهم لا مبرهنات. خلاص احنا كاتبينها اصلا اهي. طب يا مستر ليه الاثنين اسمهم لا مبرهنات؟ عشان دي لا تحتاج لبرهان ودي لا تحتاج لبرهان. هتقول لي طب يا مستر ما فيهم واحده واضحه لبتاع الرياضه بس؟ معلش، بس الاثنين مش محتاجين لبرهان. ما هو بتاع الرياضه ده هو محتاج يبرهن على المسلمات؟ لا مش محتاج. خلاص طيب. كده احنا خلصنا الحمد لله المقدمات، فاضل لك معايا النتائج. خلاص، والنتائج طبعا دي نظريات او بقول عليها مبرهنات. مش دي كانت لا مبرهنات عشان لا تحتاج لبرهان، لكن دي قضايا تحتاج لبرهان، عشان كده سميتها ايه؟ مبرهنات. دي مبرهنات عشان تحتاج لبرهان، دول لا مبرهنات عشان لا يحتاجوا البرهان. متفقين؟ متفقين. الله حضرتك بعد كده بص يا سيدي، الله حضرتك دي حقائق تم التوصل اليها. تم التوصل ايه؟ اليها. يبقى لما عالم يجي في السؤال مثلا يقول لحضرتك توصل العالم فلان الفلاني الى كذا كذا كذا، يعني دي النظريات، يعني دي النتائج، يعني دي مرحله المبرهنات. خلاص طالما توصل الحمد لله على السلامه يا سيدي، يبقى انت كده وصلت للنتيجه. خلاص طيب. لو حضرتك حابب تاخد السبوره دي سكرين شوت تتفضل. يلا طب نكمل. بص يا عم، فطبعا هنا خلصنا من المفاهيم وخلصنا من القضايا. خلاص، وطبعا خلصنا من النظريات. تعالى بس كده ناخد اخر نقطه في مكونات النسق اللي هي شروط وضع المسلمات. المسلمات دي انا قلت لحضرتك ان هي بتخص الرياضي فقط، صح كده؟ صح. فعشان كده هي ليها شروط، ما ينفعش اي حد يقول لك مسلمات وخلاص، لازم في شروط معينه. ايه يا مستر الشروط دي؟ قال لحضرتك اول شرط الاتساق، والتاني الكفايه، والتالت الاستقلال. الاتساق يا مستر يعني ايه؟ قال لحضرتك لازم تكون المسلمات غير متناقضه مع باقي النسق والا اصبحت النظريه خاطئه. يعني من الاخر لازم يكون في توافق وانسجام من المسلمات مع باقي النسق. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني من الاخر المسلمه ما ينفعش تناقض بقيه النسق، المسلمه ما ينفعش تناقض بقيه النسق. فمن الاخر عايز حضرتك ما يبقاش عندك معلومتين عكس بعض. ما تجيش مثلا في المسلمه تقول لي 1 زائد 1 بتساوي 3، لا ده انت كده بتتناقض. خلاص، فاحنا طبعا عايزين اتساق، عايزين توافق، عايزين انسجام. خلاص طيب. لو كلم برضو حضرتك عن الترابط، يبقى حضرتك برضو تختار اتساق. ماشي يا سيدي، انا بحاول اهو اغطي لك كافه الكلمات المفتاحيه. تعالى كده نشوف الكفايه. قال لحضرتك الكفايه يعني يجب ان تكون المسلمه كافيه للبرهنه على جميع نظريات النسق. لازم تكون المسلمه الواحده تكفي النسق كله. يعني مثلا حضرتك بتعمل برهان، عارف انت درس البرهان بتاع اعدادي بتاع الهندسه ده صح؟ حضرتك بتعمل برهان، فحضرتك بتبتدي البرهان بمسلمه واحده ولا عده مسلمات؟ لا هي مسلمه واحده والله، مش عده مسلمات، ما تفتيش. خلاص، هي مسلمه واحده اللي لازم تبني عليها كل النسق الرياضي. خلاص طيب. قال لحضرتك دي كده الكفايه. قال لحضرتك لكن الاستقلال، الكفايه يعني مكتمله، الكفايه يعني الاكتمال، يعني مش محتاجه اي حاجه تساعدها، لا انا لوحدي كفايه. خلاص. قال لحضرتك الاستقلال بقى، قال لك يجب ان تكون المسلمه مستقله فلا تكون مشتقه من مسلمه اخرى. يعني من الاخر انت دلوقتي كواحد بتاع رياضيات، انت رايح تحط مسلمه، ما ينفعش تاخد مسلمه تانية تعدل عليها، لا انت حط مسلمه من اول وجديد، فكره من اول وجديد. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى احنا كده خلصنا شروط المسلمات. يبقى المسلمه غير مشتقه ده الاستقلال، المسلمه كافيه او مكتمله يبقى دي الكفايه، المسلمه متسقه يعني ما فيهاش تناقض. وطبعا كنا خلصنا الحته بتاعت النتائج. تعال بقى يا صديقي نخش من هنا على دور المنطق في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال. ايه يا مستر دور المنطق فيهم؟ قال لحضرتك بص يا سيدي، ادرك خبراء الذكاء الاصطناعي اهميه المنطق الرياضي اللي هو الرمزي اللي احنا لسه واخدينه وادواته المنظمه لعمليه التفكير في محاكاه قدره العقل البشري، فقاموا بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك باستخدام ادوات التفكير المنطقي كالاستنتاج والاستدلال. كل يا مستر الهري ده ملخصه ايه؟ قال لحضرتك من الاخر بتوع المنطق او علماء المنطق لقوا ان المنطق دوره مهم جدا جدا في الذكاء الاصطناعي، فعملوا شويه حاجات وعملوا شويه ادوار عشان يخلوا الاله اللي فيها ذكاء اصطناعي تفكر زيها زي مين؟ زي البشر وزي الانسان. تعال نعرف عملوا ايه؟ يلا بينا. بص يا سيدي،
اول حاجه خالص اسهموا فيها علماء المنطق ان هم حولوا لنا اللغه الطبيعيه الى لغه رمزيه. يعني ايه يا مستر؟ جيت قلت لك حلو، دلوقتي قال لحضرتك احنا ما ينفعش إيه يا مستر؟ قال لحضرتك ما ينفعش نحط جوه الآلة لغة طبيعية، ما ينفعش ان مثلا نحط او نعمل الآلة عن طريق مثلا جمل بالعربي او الانجليزي او لغات البشر العادية، لا احنا عايزين نخليها لغة رمزية عشان تستوعبها الآلة وعشان نتفادى اخطاء اللغة. اخطاء اللغة زي ايه يا مستر؟ يعني مثلا في كلمة واحدة ممكن يبقى ليها عدة معاني، زي مثلا كلمة عين، صح؟ طب جميل جدا. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني من الاخر احنا هنحول اللغات الطبيعيه والجمل الطبيعيه الى جمل رمزيه. قال لحضرتك ده ازاي؟ فتعالى كده نشوف مع بعض الصياغه الرمزيه. قال لك دي الجمله ايه في اللغه الطبيعيه ونوع القضيه واللغه الرمزيه لما حولناها اللغه الرمزيه بقت عامله ازاي. خلاص؟ قال لحضرتك فمثلا دي اول نوع من الجمله، دي قضيه موجبه. خلاص؟ عندي اول نوع من القضايا اسمها قضيه موجبه. ايه المثال عليها يا مستر؟ جيت مثلا قلت لحضرتك مهند طالب. خلاص؟ مهند ايه؟ مهند طالب. جمله عاديه بسيطه خالص اهي، ما فيهاش اي رابط، ما فيهاش اي اداه، ما فيهاش اي حاجه، ما زعلتش حد في حاجه، يبقى دي جمله يا مستر؟ دي قضيه موجبه. طب رمزها ايه يا مستر؟ لما بحولها لقضيه رمزيه بتبقى عامله ازاي؟ قال لحضرتك عشان لو اللون مش باين بس في الكاميرا، قال لحضرتك بخليها قاف. بخليها ايه يا مستر؟ قاف. خلاص؟ حرف عادي من غير اي اضافات، من غير اي سلطات. تمام؟ دي قضيه موجبه. قضيه ممكن تقول على القضيه الموجبه دي بسيطه، ممكن تقول عليها يا مستر بسيطه. ليه يا مستر بسيطه؟ عشان ما فيهاش ولا اداه ولا ربط حاجه بحاجه ولا عايزه اي حاجه من الدنيا، دي قضيه بسيطه جدا. قال لحضرتك تاني نوع من القضايا اسمها قضيه سالبه. قال لحضرتك زي مثلا احمد ليس رائد فضاء. احمد مش رائد فضاء يعني وبيطير في الجو. خلاص؟ هو كده بينفي، يبقى دي قضيه اسمها قضيه سالبه. فحضرتك لو شفت ليس، لو شفت لم، خلاص، لو شفت لا، يبقى الكلام ده طبعا قضيه مالها؟ قضيه سالبه. تمام؟ طب يا مستر القضيه السالبه دي رمزها ايه؟ قال لحضرتك اهو سلب قاف. تمام؟ طبعا هي موجوده عندك في البوستر، والبوستر طبعا انا سايبه لك كالعاده في الديسكريبشن في الوصف. تمام؟ طيب قال لحضرتك بعد كده محمد مهندس وعلي طبيب. محمد مهندس وعلي طبيب. قال لحضرتك نوع القضيه دي ايه؟ قال لحضرتك دي قضيه عطفيه. ليه يا مستر؟ عشان فيها واو. وخد بالك مش الواو بس، لو جه لحضرتك وقال لك واو ثم لكن، الثلاث حروف دول عندنا في المنطق حروف عطف. تاني لو جه قال لحضرتك واو ثم لكن، خلاص، يبقى دي قضيه عطفيه. طب يا مستر القضيه العطفيه دي رمزها ايه؟ قال لحضرتك قاف وبنحط نقطه كده اسمها عطف لام. يبقى دي قاف عطف لام، اللي هي قاف بنحط نقطه كده لام. تمام؟ يبقى دي كده رمزها. قال لحضرتك بعد كده القضيه بقى الانفصاليه. سأتنزه أو ألعب. يبقى دي أداتها إيه من الآخر؟ أو. تمام؟ اللي هي قضية انفصالية. رمزها إيه يا مستر؟ رمزها قاف، حرف الفي ده لام. فبننطقها باللغة المنطقية إيه؟ قاف فصل لام. قاف فصل لام. خلاص؟ قال لحضرتك القضية اللي بعدها اسمها قضية شرطية وبنقول عليها لزومية. وخد بالك القضية العطفية دي ممكن أقول عليها وصلية، يعني ممكن أقول وصل أو عطف، هي الاتنين بمعنى واحد. خلاص؟ نيجي بقى للقضية الشرطية اللي هي اللزومية. قال لحضرتك إذا سعيت ستجد نتيجة تعبك. هي باينة جدا، شرط، أداة شرط، اللي هي طبعا زي إذا، زي لو، زي إن. خلاص؟ فقال لحضرتك لو زرتني تجد ما يسرك. لو أداة شرط يبقى القضية شرطية. إن زرتني وجدت ما يسرك. إن أداة شرط، إذا أداة شرط. يبقى الثلاث أدوات دول يخصوا القضية الشرطية اللزومية. خلاص؟ يا ريت حضرتك تبقى بتكتب ورايا الحاجات اللي أنا بزودها لك دي. يا ريت بعد إذن سيادة سعادتك تتكرم عليا وتكتب الحاجات دي. ممكن؟ ممكن. قال لحضرتك بعد كده القضية دي طبعا بنرمز لها قاف سهم اللي هو رايح هنا أهو لام. أنا بكتب لك الرموز مع إنها مكتوبة بس عشان لو مش باينة في عشان بس الألوان قريبة من بعضها. خلاص؟ الوان الرموز دي قريبه من الوان الجدول، فعشان حضرتك بس تشوفها كويس. قال لحضرتك بعد كده القضيه بقى التشارطيه اللي هي التكافؤيه، ودي مثال عليها مثلا يوفقك الله اذا وفقت اذا اتقيته. يوفقك الله اذا وفقت اذا اتقيته. واضحه جدا ان الاداه بتاعتها ايه؟ اذا وفقت اذا. ملهاش اداه ثانيه يا مستر؟ لا، هي اذا وفقت اذا، يبقى دي تشارطيه. خلاص؟ طيب قال لحضرتك طب دي يا مستر رمزها ايه؟ اهي
قاف سهم بقى بس من الناحيتين، سهم بس من الناحيتين. ها، دي كانت سهم من ناحيه واحده اللي هي الشرطيه، لكن سهم من الناحيتين دي اللي هي التشارطيه، فبننطقها قاف تشارط لام. والتشارطيه اسمها تكافؤيه. خلاص، ده الاسم الثاني ليها. اتمنى حضرتك تكون كتبت التفصيص اللي احنا فصصناه ده، يا ريت بعد اذنك تكون كتبته جنبك. ممكن. ولو مش جنبك ورقه وقلم ومكسل، لا وقف الفيديو، انا مستنيك اهو، روح هات ورقه وقلم واكتب الحاجات اللي كتبناها. ممكن؟ يلا تعالى كده نكمل. قال لك لاحظ دي بقى كده يا بطل وخليه غير اي حد. التشارط هو الحاله الوحيده لحدوث شيء، زي مثلا تكون المراه ارمله اذا وفقط اذا توفي زوجها. خلاص، يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ الله حضرتك، يعني دلوقتي المراه هتكون ارمله امتى؟ لو اتطلقت؟ لا. لو توفى زوجها بس، صح؟ ليها حاله تانية تكون ارمله فيها؟ لا. فعشان كده قال لحضرتك التشارط معناها ان حاله واحده بس اللي بتحصل فيها. خلاص، يعني الشرط مثلا ممكن اقول لك اذا زرتني تجد ما يسرك، بس حضرتك ممكن ما تلاقيش اللي بيسرك ده، ممكن حضرتك ما تيجي لي مثلا وما تلاقيش اللي يسرك، صح؟ فقال لحضرتك اذا هنا اذا زرتني تجد ما يسرك ليها احتمالات تانية، لكن الحاجه اللي ملهاش غير احتمال واحد بس اسمها قضيه ايه؟ اسمها قضيه تشارطيه، اللي هي اذا وفقط اذا. خلاص، طيب قال لحضرتك المراه مش هتكون ارمله طبعا غير في حاله واحده بس، ان زوجها توفي. تعالى بقى كده بعد ما خلصنا الصياغه الرمزيه يا معلم، نعرف ايه هو الاساس المنطقي للحاسوب. بص يا سيدي، تعالى كده الخصها لك هنا في سبوره جميله كده. خلاص، ده اهو احنا بنتكلم دلوقتي عن الاساس المنطقي للحاسوب. الاساس المنطقي لايه يا مستر؟ للحاسوب. قال لحضرتك وهنا انا هقسمها لاتنين. خلاص، انا عندي اتنين سهموا في الاساس المنطقي للحاسوب. ايه هما؟ قال لحضرتك اول اسهام كان نظام اسمه نظام العد الثنائي. واقول لحضرتك على حاجه من الاخر الخصه لك. طبعا حضرتك عارف ان ده اسمه المنطق الثنائي، واللي عمله كان مين يا مستر؟ اللي عمله كان ليبنتز. هو طبعا اسمه بالالماني لايبنتز، بس طبعا ايه تسهيلا على حضرتك فبنقول عليه ليبنتز على طول. خلاص، طيب قال لحضرتك العد الثنائي والمنطق الثنائي ده يا مستر من الاخر كده من غير كتر كلام عايز ايه؟ قال لحضرتك تختاره امتى في السؤال؟ تعالى اقول لك كده، لما حضرتك تلاقي من الاخر ان هو بيقول لك الحاجه لها احتمالين، لها قيمتين فقط. زي ايه يا مستر؟ يعني مثلا اجي اقول لحضرتك يا صفر يا واحد. خلاص، ده صفر اهو، يا صفر يا واحد. خلاص، ممكن اجي اقول لحضرتك يا صادق يا كاذب. احتمالين بس اهو، يعني ده صفر او واحد بس، صادق او كاذب بس. خلاص، اقول لحضرتك ابيض او اسود بس، يعني مفيش الوان تانية. خلاص، يبقى دي حاجه بتحتمل احتمالين بس، قيمتين بس، ملهاش احتمال تالت، يبقى ده طبعا اسمه نظام العد الايه؟ الثنائي او المنطق الثنائي عند ليبنتز. تمام. جيت بعد كده قلت لحضرتك بقى تعالى كده نشوف مع بعض البوابات المنطقيه، ودي طبعا اللي عملها كان الحاج جورج بول. خلاص، البوابات المنطقية دي يا سيدي كانت بتهتم بالمكون المادي للحاسوب. المكون المادي للايه يا مستر؟ للحاسوب. يعني ايه يا مستر مكون المادي؟ يعني دلوقتي حضرتك امسك تليفونك كده. خلاص، حضرتك هتلاقي فيه لو انت كسرته، خلاص هتلاقي فيه شريحة خضراء. الشريحة الخضراء او اللي هي اللي بنسميها البوردة. فاهم؟ يعني دلوقتي لو حضرتك اي حاجه حصلت في التليفون او اي حاجه عطلت التليفون، عارف انت بتروح للراجل بتاع التليفونات بيقول لك المشكله في الايه؟ بيقول لك المشكله في البورده. الله ينور عليك. البورده دي من الاخر هي الحاجه اللي بتحرك الجهاز كله. يعني بورده الكمبيوتر هي اللي بتحركه، بورده التليفون هي اللي بتحركه، بورده اي ريموت حتى هي اللي بتحركه، صح كده؟ صح. فقال لحضرتك من الاخر المعالج او البروسيسور. خلاص، المعالج او ايه يا مستر؟ او البروسيسور، اللي هو من الاخر البورده، الدايره الالكترونيه. خلاص، اكتب لحضرتك اهو الدائره الالكترونيه
اللي بتحرك الاجهزه دي مين اللي عملها؟ جورج بول. مين اللي عملها يا مستر؟ جورج بول. طب حلو، جورج بول بقى عملها ازاي؟ الله حضرتك ده عملها بواسطه استخدام اللغه الرمزيه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، خلاص، اللي هي زي كده. يعني هو ما استخدمش فيها مثلا جمله احمد مثلا ايه ليس رائد فضاء، لا هو استخدم فيها الرمز ده، خلاص. طيب هو ما استخدمش يا مستر جمله مثلا ايه ساتنزه او العب، لا هو استخدم الرمز ده. ما استخدمش يا مستر يوفقك الله اذا وافقت اذا اتقيته، لا هو استخدم الرمز ده. فطبعا البورده اللي في الجهاز عندك خلاص دي طبعا معموله بصياغه رمزيه، معموله برموز. فمثلا حضرتك لو فتحت التليفون حبيت تخش على الواتساب، حضرتك اول ما دوست على الواتساب فانت كده دوست على رمز في البورده، في رمز في البورده بيتداس عليه عشان يفتح لك الواتساب. طب اقول لك على حاجه كمان، حضرتك دلوقتي مثلا الصور اللي بتتخزن بناء على ايه التليفون بيخزنها لك؟ يا اما في البوم الكاميرا يا اما في البوم الواتساب، مش ده اللي بيحصل؟ فحضرتك لو استقبلت صوره من الواتساب التليفون بيخزنها في البوم الواتساب، لو حضرتك صورت صوره بالكاميرا التليفون بيخزنها في الكاميرا. فكل الحاجات دي ده بتدوس على رمز جوه البورده بتحول الحاجه مبدئيا او بتحول الحاجه كده كده تلقائيا. يبقى دي حاجه اسمها اللغه الايه الرمزيه. مين اللي استعمل اللغه الرمزيه؟ جورج بول. مين اللي عمل المكون المادي والدوائر الالكترونيه اللي جوه اي جهاز؟ جورج بول. تمام يا سيدي؟ تمام، مفيش اي مجال لخطأ ان شاء الله. وجورج بول اخر معلومه لحضرتك قال لحضرتك ان الحاجات دي لها دخل او اكثر، دخل واحد يعني او اكتر، ولها خرج واحد فقط. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني من الاخر قال لحضرتك بص، لو انا ماسك التليفون دوست على زرار الباور انا كده عملت فعل واحد، طب رد الفعل ان هو يا اما يفتح يا اما يقفل التليفون، صح كده؟ صح. طب لو انا بقى ماسك التليفون ودوست على زرار الباور مع زرار توطية الصوت هياخد سكرين ايه؟ هياخد سكرين شوت، صح كده؟ يبقى انا اديت امرين بس هو برضو رد فعله اداني امر واحد بس او اداني رد فعل واحد بس اللي هو عمل لي سكرين شوت، ما عمليش حاجتين في نفس الوقت. يبقى قال لحضرتك عشان كده ليها دخل واحد او اكتر، يعني انت ممكن تديها امر او اكتر بس في الاخر هيبقى ليها خرج واحد بس اللي هي نتيجه واحده بس اللي هو رد فعل واحد بس. يبقى مين اللي عمل كل الهيصه دي؟ المعلم جورج بول. متفقين كده؟ متفقين. تعالى يا سيدي نروح للنقطه اللي بعد كده. خلاص، يبقى طبعا ليبنتز اهو قال لك بدأ الكمبيوتر من صنع الآلات الحاسبة حتى وصل إلى الكمبيوتر الرقمي، ولكونه طبعا رقمي فقد كان لزاما تحويل كل ما يغذي أو كل ما يغذى له إلى أرقام، فلغة الكمبيوتر مكونة من رقمين هما الواحد والصفر، وهو ما يعرف بنظام العد الثنائي اللي هو صدق أو كذب، واحد صفر أبيض أسود وهكذا. البوابات المنطقيه بقى اللي هي المدخلات والمخرجات، قال لحضرتك لقد اوضح خبراء الذكاء الاصطناعي بياكد لك على كلامنا ان منطق جورج بول يمثل دورا حيويا في المكون المادي اللي اتكلمنا عليه من شويه، يعتمد في عمله على منطق جورج بول ويسمى علميا بوحده الحساب والمنطق. يبقى وحده الحساب والمنطق هي البوابات المنطقيه، هي الدوائر الالكترونيه. قال لحضرتك لقد وهب جورج بول الكمبيوتر ملكه العقل في صوره عدد محدود من البوابات التي تنفذ الاجراءات الحسابيه والمنطقيه الاساسيه، وهي عباره عن دائره الكترونيه لها دخل واحد او اكثر، او ولها طبعا خرج ايه؟ ولها خرج واحد. قال لحضرتك بعد كده بقى النقطه اللي بعدها تعريف الذكاء الاصطناعي. مستر انت عمال من بدري عمال بتقول لي المنطق ساهم في الذكاء الاصطناعي، المنطق ساهم في الذكاء الاصطناعي، المنطق ساهم في الذكاء الاصطناعي. مستر يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ قال لحضرتك ده علم جديد، خلاص، هو علم من احدث علوم الحاسب الآلي يهدف الى ان يقوم الحاسب بمحاكاة عملية الذكاء التي تتم داخل العقل البشري بحيث تصبح لدى الحاسوب القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات باسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة تفكير العقل الايه؟ البشري. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعالى كده اترجمه لك عربي عشان انت تقريبا شايف ان اللغة دي ما بتناسبكش، خلاص؟ اهو من الاخر الذكاء الاصطناعي عبارة عن علم جديد، خلاص، عايز يعمل محاكاة يعني تقليد، خلاص، للعقل البشري والعمليات المعرفيه اللي موجوده جواه. زي ايه يا مستر؟ زي التفكير، زي مثلا الايه الحساب، الكلام ده كله. طب يا مستر ليه؟ قال لحضرتك من الاخر عايزين نمكن الاله من حاجتين. قال لحضرتك زي حل المشكلات واتخاذ القرارات. واتخاذ الايه؟ القرارات.
تمام. تعالى كده نرجع بقى نشوف ايه علاقة المنطق بالذكاء الاصطناعي، بس الاول نعرف بس ايه اهمية الذكاء الاصطناعي. قال لحضرتك طبعا الذكاء الاصطناعي بيحافظ على خبرات البشر، بينقلها. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا نظريات ارسطو اللي بقالها الاف السنين من قبل الميلاد، حضرتك لو فتحت شات جي بي تي دلوقتي وسالته عن نظريه ارسطو في اي موضوع هيقولها لك. بجد يا مستر؟ بجد. عشان كده هو حافظ وبيحافظ لك على خبرات البشر، بينقل خبرات البشر. يعني حضرتك ان شاء الله كده لما انت نشوفك عالم كده ان شاء الله، خلاص، حضرتك لو طلعت نظريه 2 3 هتفضل محفوظه في الذكاء الاصطناعي مدى الحياه، خلاص. فعشان كده هو بيحافظ على خبرات البشر وبينقلها. قال لحضرتك تاني نقطه، استخدام اللغات الانسانيه في التعامل مع الالات مما يسهل تعامل الجميع معها وليس المتخصصين فقط. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني حضرتك دلوقتي مثلا لو في الذكاء الاصطناعي، لو حضرتك مثلا كلمت شات جي بي تي قلت له يا شات جي بي تي انا عايز، وقلت له كلمته كده بالمصري، انا عايز مثلا كذا كذا كذا، هيعمل لك وهيرد عليك. يبقى هو كده ايه؟ بيفهم اللغات البشريه، بيفهم لغات الانسان، خلاص. قال لحضرتك يقدم مساعدات كمان في مجالات متعدده زي تشخيص الامراض، وصف الادويه، الاستشارات القانونيه. طبعا لو حضرتك سالت في اي وقت مثلا، انت لو جالك اي دور برد تخش على جوجل كيفيه علاج دور البرد، حضرتك طبعا هتلاقيه جايب لك روشته كده، تقول له طب وايه الادويه المناسبه اللي اخدها، يقول لك كذا كذا كذا. فده بالنسبه له طبعا بقى بيساعد الطبيب، خلاص. فدي طبعا حاجه اسمها ان هو بيقدم مساعدات في مجالات متعدده زي تشخيص الامراض، وصف الادويه. تمام؟ طيب، قال لحضرتك ده مش بس كده، ده بيتميز الذكاء الاصطناعي بالاستقلاليه والدقه والموضوعيه. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك زي التصحيح الالكتروني اللي بيتم للثانويه العامه، خلاص. التصحيح ده دقيق جدا جدا، واحتماليه الخطا فيه بسيطه وضعيفه جدا جدا. يعني الخطا فيه مش ممكن يغلط بسهوله، خلاص. طيب، فقال لحضرتك وده كمان موضوعي. يعني مش مثلا انا ليا ابن اختي في ثانويه عامه فانا اللي بصحح فيلا هنجح له ورقته او هنجح اللجنه اللي هو فيها كلها، لا ده ما ينفعش، خلاص. فعشان كده استبدلناه بايه؟ استبدلناهم بالبشر، بالالات، عفوا. لان الالات طبعا اكثر دقه واكثر موضوعيه، قراراتها بعيده عن الخطا والانحياز الشخصي. قال لحضرتك وكمان الالات بتجنبنا، الالات الذكيه، الكثير من الاخطار والضغوط النفسيه، زي مثلا ان احنا ممكن نستعملها في الاعمال الخطيره والشاقه، خلاص، زي استكشاف اماكن مجهوله، زي الانقاذ اثناء الكوارث الطبيعيه، زي اعداد جيوش منها. طبعا قلت لكم مثال قبل كده، الرئيس الامريكي السابق اللي هو جورج بوش، خلاص، قال لحضرتك في خطاب، قال لك في المستقبل سنخوض حربا بدون دماء وبدون دموع. ازاي يعني؟ تقصد ايه؟ قال لحضرتك ان احنا من الاخر بنصنع جيش روبوتات، فالروبوت كده كده اللي هيموت في الحرب ولا ليه اهل يحزنوا عليه يعيطوا عليه، ولا في نفس الوقت هينزف دم او كده. فولا هتبقى ببني ادمين، ولا يعني هتبقى بدماء، ولا هتبقى بدموع، خلاص، لان احنا هنعد جيوش منها. طيب، اخر نقطتين، العلاقه بين المنطق والذكاء الاصطناعي، وبعدها هناخد طبعا دور المنطق في تمثيل المعرفه ولغات البرمجه، ونبقى خلصنا. خلاص، شد حيلك كده معايا يا بطل، انا عارف ان انت تعبان بس معلش، شد حيلك كده ويلا، خلاص، نشط نفسك كده وجدد الباور. لو حضرتك دلوقتي مثلا بقالك كتير بتتفرج على الفيديو وتعبت، روح اعمل لك حاجه تشربها وتعالى لي، انا مستنيك. بس ما تروحش تغيب، لا، هي روح نص ساعه بالكتير والاقيك هنا، خلاص. يلا بينا. قال لحضرتك بص يا سيدي، علاقه المنطق بالذكاء الاصطناعي، خلاص، علاقه المنطق بالذكاء الاصطناعي. قال لحضرتك في ناس أيدت العلاقة دي، ودول كان اسمهم الفريق المؤيد، خلاص. وفي ناس تانية عارضت العلاقة دي، ودي كان اسمها الفريق المعارض. الفريق المعارض دول كانوا علماء النفس اللي هم بنقول عليهم السايكولوجيين، خلاص. طيب، قال لحضرتك والفريق المؤيد طبعا مين اللي هيأيد المنطق؟ مين يشهد للعروسة؟ المناطقة، خلاص. طيب، تعالى كده نقسم الشاشة نصين بين الفريق المؤيد والفريق المعارض. بس خلي بالك ان هي اصلا معلومة ان علاقة المنطق بالذكاء الاصطناعي هي علاقة ثابتة، ومن هنا اصلا هو اللي عمل جدل. اول ما قلنا جملة علاقة المنطق بالذكاء الاصطناعي علاقة ثابتة صارت ثورة، خلاص. فبقى في فريق مؤيد وفريق معارض. فريق مؤيد اللي هو مين يا مستر؟ اللي هم المناطقة. قال لحضرتك طبعا ده أيد استخدام المنطق
دول كانوا شايفين ان المنطق هو قلب الذكاء الاصطناعي. يعني ايه يا مستر؟ قال لحضرتك يعني هو الاساس، هو اللي بيشغل الذكاء الاصطناعي. خلاص؟ فقال لحضرتك المنطق هو اللي لديه القدرة على حل المشكلات، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات. فده كده كان رأي مين يا شباب؟ ده كان رأي الفريق المؤيد اللي هم المناطق، أيدوا استخدام المنطق. خلاص؟ وقالوا إن المنطق هو قلب الذكاء الاصطناعي. خلاص؟ وقالوا لحضرتك إن المنطق هو اللي عنده القدرة على حل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات. خلاص؟ فقالوا لحضرتك ده احنا لو استخدمنا المنطق في الآلة هتبقى 100 100 وزي الفل ومش هتشتكي من حاجة. هيبقى عندها قدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات. انتوا عايزين أكتر من كده؟ قلنا لهم لا. فقلنا برضو نسمع رأي علماء النفس. فعلماء النفس اسمع كده قالوا لي إيه؟ رفضوا استخدام المنطق. رفضوا ايه يا مستر؟ استخدام المنطق. قالوا لحضرتك المنطق صارم. يعني ايه يا مستر صارم؟ يعني بيحتمل احتمالين بس، يعني يا يا لا، يا ابيض يا اسود، يا مش عارف صفر يا واحد. هم كده بيلقحوا على المنطق الثنائي. برافو عليك جدع، اللي هو بتاع مين؟ ليبنتز، الله ينور عليك. فقال لحضرتك هنا ايه؟ قال لحضرتك دول كده المنطق صارم، فاحنا عشان كده مش عايزين المنطق. طب قلنا لهم طب عايزين ايه؟ قالوا لحضرتك احنا عايزين نخلي الآلة زي البشر. خلاص؟ عايزين يعملوا محاكاة للعقل البشري. خلاص؟ فقلنا لهم طبعا ايه طريقتكم يا علماء النفس؟ قالوا لي بصراحه. قلت لهم بصراحه. قالوا لي بصراحه. قلت لهم بصراحه. قالوا لي مش عارفين وما عندناش طريقه. فقلت لهم يعني انتوا بتستهبلوا يعني. طب خلاص اركنوا انتوا. فخدت طبعا مين اللي كسب؟ المنطق. فعشان كده ظلت العلاقه بين المنطق والذكاء الاصطناعي اهو، العلاقه بينهم قويه. ظلت العلاقه بينهم مالها قويه. يبقى جه سأل حضرتك العلاقه بين المنطق والذكاء الاصطناعي ترابط ماشي، قويه ماشي، ثابته ماشي، على حسب اللي تلاقيه في الاختيارات. المهم ان علاقتهم ببعض علاقه قويه، علاقه ثابته، علاقه ترابط. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده هناخد النقطه اللي بعدها اللي هو اخر نقطتين في الدرس. عندنا دور المنطق في لغات البرمجه، وعندنا دور المنطق في تمثيل المعرفه. قال لحضرتك دور المنطق بقى يا مستر في لغات البرمجه. قال لحضرتك احنا عندنا دلوقتي لغتين برمجه. وتمثيل المعرفه قال لحضرتك احنا هنقارن هنا بين العقل البشري وهنعرف نخلي ازاي الآلة. خلاص اهي الآلة او ده الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنا من الاخر المطلوب ان احنا نعرف نخلي الآلة ازاي تفكر زي البشر. خلاص؟ قال لحضرتك هنا بقى احنا عندنا لغتين برمجة اللي هما المنطق الغير رتيب، وعندنا هنا حاجة اسمها المنطق المرن. خلاص؟ طيب المنطق الغير رتيب والمنطق المرن يا مستر يعني ايه؟ الله حضرتك بص، المنطق الغير رتيب ده عايز يتغلب على مشكلة كان اسمها الرتابة. بص يا سيدي، مشكلة الرتابة دي بالمختصر المفيد كده. زمان لو حضرتك كنت عايز تدور على حاجة، يعني سي مثلا ان انت بتدور على اغنية، مثال مثلا ان انت بتدور على ايه؟ اغنية. فحضرتك عشان تدور على اغنية، عشان تلاقي الاغنية دي كنت لازم تكتب في شريط البحث بتاع جوجل او اليوتيوب، لازم تكتب اسم الاغنية واسم المغني وسنة اصدار الاغنية. يعني حضرتك مثلا لو بتدور على اغنية مثلا لعمرو دياب في سنة 2017، زمان كان لازم تكتب له اسم الاغنية واسم المغني وسنة الاصدار مثلا 2017 2020 2018 وهكذا. خلاص؟ فلازم تكتب له. زمان كان عايز مقدمات كاملة عشان يوصل لنتيجة اللي انت عايزها. لكن دلوقتي يا مستر احنا حلينا المشكله دي. ما انا زمان كده انا ما كنتش اعرف اسم الاغنيه ما كنتش هجيبها. خلاص؟ فمثلا انا زمان لو كنت مثلا معدي كده في مواصلات فسمعت اغنيه عجبتني بس انا مش عارف اسم الاغنيه، انا لقطت كلمه كده كلمتين منها فكنت رايح ادور عليها، مش هيجيب لك النتيجه. لكن النهارده هيجيب لك النتيجه. يعني ايه يا مستر؟ النهارده اكتب له اي كلمتين من اي حاجه هيجيب لك دي في ايه.
يعني مثلا كتبت له اغنيتين من اغنيه، كتبت له كلمتين من اغنيه كده، هيجيب لك اسم الاغنيه، هيقول لك هل تقصد الاغنيه كذا كذا كذا. زمان حضرتك كنت عايز بلاش اغنيه، حضرتك كنت عايز تتفرج على مراجعات مستر مواب اسلام فلسفه ومنطق، فزمان كان لازم تكتب، اسمع، كان لازم تكتب ايه عشان تجي لك في النتيجه؟ كان لازم تكتب مراجعات النهائيه الصف الاول الثانوي مستر مواب اسلام فلسفه ومنطق 2025 ترم تاني. بص كان لازم تكتب له كام حاجه عشان يجيب لك النتيجه اللي انت عايزها، لكن دلوقتي لو دخلت كتبت له مستر مواب اسلام هيرص لك كل حاجه عملها مستر مواب اسلام من ساعه ما ساعه ما ابتدى. خلاص. لو حضرتك كتبت مثلا فلسفه ومنطق هيجيب لك مستر مواب اسلام، كتبت مراجعات نهائيه اولى ثانوي هيجيب لك. خلاص. فطبعا دي بقت حاجه اسمها المنطق الغير رتيب. يبقى المنطق الغير رتيب بينتقل من مقدمات غير كامله، بينتقل طبعا لنتيجه. يعني ممكن يجي يقول لحضرتك بص كده، من معرفه غير كامله للنتيجه اللي انت عايزها. خلاص. فاصبح هنا طبعا ايه؟ اصبح هنا المنطق اسهل، اصبح هنا الذكاء الاصطناعي بيستخدم بشكل اسهل، بشكل ابسط، صح؟ قال لحضرتك المنطق بقى المرن. المنطق المرن بيعالج مشكله المنطق الثنائي. ازاي يعني يا مستر؟ قال لحضرتك ده فيه عده احتمالات، ده المنطق ده فيه عده قيم. قلنا لهم يا علماء النفس، مش انتوا لما كنتوا بتقولوا المنطق ما ينفعش كنتوا بتقولوا عشان المنطق صارم ما فيهوش غير لكل حاجه احتمالين؟ قالوا لي قلت لهم لا يا سيدي، انا طورت من نفسي اكتر وعملت حاجه اسمها المنطق المرن. المنطق المرن ده بيحتمل عده احتمالات، في عده قيم. يعني ما تقوليش ابيض او اسود بس، لا، ده انت هتقول لي ابيض، هتقول لي رمادي، هتقول لي اسود، هتقول لي اي لون انت عايزه هتلاقيه موجود عندك. خلاص. يبقى اكتر من احتمالين اهو، خلينا اكتب لك كده متعدد القيم، اكثر من احتمالين، يعني منطق ثلاثي، منطق رباعي، منطق مئوي. خلاص. اللي انت عايزه هيبقى في احتمالات كتير اكتر من 2. خلاص. يعني مش يا صادق يا كاذب، لا، ممكن صادق احيانا، كاذب احيانا، صادق كاذب. مش يا ابيض يا اسود، لا، ابيض اسود احمر اصفر فحلوقي، اللي انت عايزه. خلاص. حضرتك مثلا ايه، يا واحد يا صفر، لا، هيبقى عندك صفر وواحد واثنين وثلاثه واربعه. يعني المهم ان هو اكتر من كام احتمال؟ اكتر من احتمالين. خلاص. يبقى هو كده تفتكر مين المنطق الغير مرن؟ المنطق الغير مرن هو المنطق الثنائي. خلاص. خلينا اكتبها لك اهو، الغير مرن هو المنطق الثنائي. بالله عليك اكتبها يا اخي ورايا. خلاص. اهي قدامك اهي، المنطق الغير مرن هي المنطق الثنائي. تعال نرجع لموضوعنا. تمام. بعد كده جيت قلت لحضرتك بقى دور المنطق في تمثيل المعرفه. قال لحضرتك هو مش انت عايز تخلي الذكاء الاصطناعي يحاكي العقل البشري، يعني يقلده؟ قلت له حضرتك قلت له طبعا ده الهدف الاساسي للذكاء الاصطناعي ان هو يعمل زي العقل البشري. قال لك طب زي ايه مثلا؟ عايز الذكاء الاصطناعي يعمل ايه؟ قلت له والله ده العقل البشري عندهم القدره على حل المشكلات واتخاذ القرارات. قال لحضرتك حلو، طب هم بيحلوا مشكلات وبيتخذوا قرارات بناء على ايه؟ قلت له بناء على معرفه، بناء على شويه معلومات عندهم، بناء على، خلاص، بناء على خبرات، بناء على آراء، بناء على معتقدات. خلاص. أفكار عندهم، معرفة، معلومات، بيانات. خلاص. هم عندهم معرفة وعندهم بيانات وعندهم معلومات، عشان كده هم بيحلوا مشكلات وبيتخذوا القرارات. خلاص. فقال لحضرتك يعني هم اللي بيساعدهم في حل المشكلات واتخاذ القرارات وجود معلومات ومعرفة عندهم، صح؟ قلت له قال لك طب بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لحضرتك انت عايز برضو الآلة تحل المشكلات وتتخذ القرارات، مش انت عايز الآلة تعمل كده يا عم الحاج؟ قلت له يا ريت، ده يوم المنى. قال لك طب انت قلت لي ان البشر بيحلوا مشكلات وبيتخذوا قرارات ازاي؟ قلت له بناء على شويه معرفه وافكار وبيانات ومعلومات عندهم. قال لك سهله، تاهت والاناهه. قلت له ازاي يعني؟ قال لك هتروح تزود في الآلة معرفه، معلومات، خبرات، بيانات. خلاص. فقلت له يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها. طب اقول لك على حاجه، هتزودها ازاي بقى؟ يعني انت بتعجزه.
قال لك هتحط بقى المعلومات دي ازاي في الآلة؟ قلت له يا باشا سهلة بسيطة جدا، ده انا المعلم جورج بول معلمني، لو عايز تحط جوه الآلة معلومات تبقى باللغة الرمزية. خلصت الخلاصة في المنطق. حلوة كده يا سيدي؟ يبقى من الآخر تمثيل المعرفة قال لحضرتك العقل البشري والآلة، خلاص، اللي هي الذكاء الاصطناعي. قال لحضرتك العقل البشري بيحل مشكلاته وبيتخذ القرارات بناء على مجموعة معرفة، بناء على مجموعة معلومات عنده، صح كده؟ صح. قال لحضرتك لكن الآلة اللي هي الذكاء الاصطناعي، خلاص، عايزينه يفكر أو يحل مشكلات أو يتخذ قرارات، برضه زوده بشوية معرفة، بشوية معلومات، بشوية خبرات، بشوية بيانات. خلاص كده يا سيدي؟ تمام جدا، الحمد لله. الحمد لله كده يا شباب خلصنا مراجعة المنطق بتاعة النهاردة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، واستنى يا بطل، استنى مني فيديو، خلاص، هيبقى ان شاء الله لامم لك كل مشاكلك. خلاص، انا عايزك في الفيديوهين دول، انا سايب لك رقم التواصل تحت في الديسكريبشن، خلاص، سايب لك رقم التواصل تحت في الديسكريبشن، خلاص، والفترة الجاية هرد عليك بنفسي، مش هخلي حد يرد عليك من التيم، هرد عليك بنفسي، خلاص، عشان اشوف اسئلتك، واسئلتك انت يا بطل اللي هتحلها معايا في الحصه الجايه. يعني اخر ان شاء الله فيديو بيجمعني بيكم ان شاء الله هيكون الفيديو اللي هو حل كل مشكلاتكم، وهنقول فيه علماء المنهج واهم التريكات اللي هتلاقيها، وهنحل فيه كمان الافكار اللي هتجيلك ان شاء الله ايه بكره في امتحانك. متفقين؟ اشوفكم ان شاء الله على خير، واظبط ساعتك على ليله الامتحان ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.